أهلا بيكم في طاقة إيجابية. النهاردة معانا قصة مختلفة تماما عن أي ضيف. ضيفنا النهاردة مش بس صاحب نجاح وهيصدر لنا طاقة إيجابية، ده صاحب أنا شخصيا من سنين، واللي مبسوط جدا جدا إن بعمل معاه حوار النهاردة، واخد راحتي شوية عن الضيوف العاديين أو الناس التانية، لأن هيبقى فيه هزار وفيه ضحك وفيه حاجات كتير مع صاحبي بقى. صاحبي النهاردة ما شاء الله صاحب مصنع، رجل مستثمر، مستورد من الخارج، عنده نقاط توزيع وجمله وما شاء الله الله يوسع عليه. يعني مش عايزين نتكلم كتير في الحتت دي عشان برضه ايه خمسه وخمسه ونمسك الخشب. صاحبي النهارده هو حبيبي وصديقي مهندس محمد الصاوي. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا ستار؟ عامل ايه يا حبيبي؟ حبيبي، اخبارك ايه؟ بلاش مهندس. ليه انا بس؟ انا مدرس اصلا. والله معين وفي الحكومه ده انا كمان. عمال اقول صاحبي ومش عارف ايه، وفي الاخر مد- كمان ما اعرفش ان انت مدرس. مدرس رياضيات اعدادي معين بالحكومه، بس واخد اجازه بقالي 10 سنين. بجد؟ بجد. انت كليه ايه؟ تربيه قسم رياضيات. تربيه قسم رياضيات. ملهاش علاقه خالص بالمجال اللي احنا هشتغل فيه. سبحان الله على فكره احنا اصحاب من بعد الكليه ما شاء الله، مظبوط. فعشان كده انا ما عنديش الخلفيات اللي احنا نبدا من دي الاول. لا، بتعين حكومه كمان. ما شاء بس الله. بدفع تأمينات وكده، واخد اجازه يعني. ما شاء الله عليك. لا ما اعرفش القصه دي خالص والله. وما انصحش اي حد يدور على وظيفه. خلينا في البيزنس، رواد الاعمال احسن، صح كده؟ فكر الافاضل الكبار، والدي ووالدك والناس دي، ان انت لازم تدور على وظيفه. ده فكر خطأ جدا جدا جدا. صحيح. لا تغنيك. المرتب الشهري ده هو مش هيفقرك، يعني مش هتسأل الناس، بس امم. هتفضل على وضعك لغايه ما تطلع معاش، وبعد المعاش كمان مش هتلاقي اصلا تاكل ولا تتعالج. صحيح. ما حدش يشتغل ما حدش يستنى وظيفه انا خالص. عايز اقول لك انا والدي اول ما طلعت من الكليه مجهز لي بنك استاذ بقى احمد مدرس رياضيات، استاذنا الفاضل حبيبي طبعا. الله يعزك الله يعزك. مجهز لي بقى شغلانه في البنك، وفلان هنظبطه عشان يعمل ايه ويدخلك ازاي وكلام. انا مش، لا مش عايز. طب التامينات طيب، طب مش عارف تقول لا انا مش بحب ده. ففعلا لان انا كنت شايف من وجهه نظري، وانا يعني من وجهه نظري متواضعه وانا صغير كده، ان لا مش هوصل هنا. زي ما انت بتقول كده، حته انت النهارده وناس كتير على فكره اصحابنا ممكن وظيفه حكوميه وركنها وبقى في البيزنس. ده يعني مش احسن حاجه، بس هي الوظيفه يمكن هي اللي ودتني للبيزنس. اه. محدش يعرف الكلام ده. ازاي بقى؟ انا اتعينت في 2012. ما شاء الله. نهايه 2012. مدرس قد الدنيا امم. في مركز ومدينه الحمول الفاضله، وانت عارف الحمول ده بعد عن قليل قد ايه. صحيح. كنت بقبض، كنت متجوز ومخلف الله. ومعايا اطفال، وبقبض 145 جنيه في الشهر. يا نهار محدش ابيض. بيصدق. طبعا. والله 145 جنيه في الشهر. اللي هو اسمك بالقلم رصاص. ومش بقبض من وزارة المالية، بقبض من حاجة اسمها صناديق خاصة في المحافظة. مش بيقبضونا كل شهر، بيقبضونا كل 3 شهور. طب وايه اللي جابرك بقى على الكلام ده؟ انفتك الميري. كنت اه. ساعتها في السعودية، اه. ونزلت نهائي بظروفها. اه. فجالي تعيين هنا. الناس قالت لي انت بتتبطر على النعمة، ده الناس بتدفع بالمية والميتين عشان تتعين. انت اه. جالك التعيين لغاية عندك وتقول لا مش عايزه. امم. فجرب. طب كلها سنة وهتثبت وتسافر، السفر موجود والسعودية موجود. امم. السنة دي أنا من 2012 اتعينت رسمي آخر 2016. فالفترة دي أنا ال 145 جنيه زدت شوية، بقيت 500، بقيت 600، لغاية آخر أيامي كده كنت واخد 1000 جنيه. مش حاجة. 1000 جنيه دول مواصلاتك اصلا؟ ده انت كنت باخد هتدفع من عليهم. أبويا، كنت باخد من ده أبويا تدفع بجد، 1000. عشان أكمل مواصلات. اه. فاضطريت ألاقي مصدر، يعني عايز أدور على مصدر أكل عيش تاني يحسن دخلي. بس استنى، انا عايز اقول لك على حاجه. انا فاكر ايام ما انا كنت في الكليه، في كليه تجاره، انت كنت بتطلع مظبوط بالشنطه. يعني عايز مظبوط اقول ان مظبوط. بدايتك ما شاء الله، عشان ماشي دي طاقه مظبوط. ايجابيه، انا اسف يعني لكل اللي يسمعنا، ان دي انت بدايتك ما شاء الله دي حاجه بداية، وأنا في ثالثة من كلية. الزيرو. وأنا في ثالثة كلية. اه من لا، الزيرو. ب 3000 جنيه. ب 3000 جنيه. والدتي اديتهم لي. اه. كانت مكافأة، اللي هي والدتي مدرسة. امم. قبضت 3000 جنيه ده مكافأة نهاية الامتحانات وكده زي كده. اه. وقالت لي خد ابتدي. واحد صاحبي جاب 3000 جنيه وبدأنا ب 6000 جنيه بجد. امم. كنا بنشيل شنطة كده على كتفنا ونلف على محلات الكهرباء نبيع لها. امم. نعمل اوردر وتاني يوم نسلم البضاعة، وهو الناس كانت فيها خير. شوفك شاب بتسعى جامعي، يعني لما بيسمع الكلام ده هو اصلا بتلاقيه دي طاقة ايجابية بقى. امم. اتعلمتها بعدين. ما تبقاش صاحب بيزنس او محل ويجي لك مندوب واصنافه مش حلوه او اسعاره غاليه تكسره. صحيح. اوعى. برافو عليك. اوعى، لان للامانه ناس كتيره كسرتني. امم.
وازعل واتاثر نفسيا وممكن اعيط. طب ليه؟ بتكبر بخاطر. تعالى يا حبيبي اقعد، معاك ايه؟ ما قلتوش ده غالي ولا رخيص، وما تنططش عليه وما افرضش عضلاتي عليه، برافو عليك. لان انا تاجر كبير. تعالى إيه بس معاك ايه؟ هات كرتونه من دي، انا مش عايز، وعندي على الرف، ما انا فتحت محل بعديها بفتره يعني. اي حد يعدي من قدامي اشتري منه. اي حد اكبر بخاطره يروح يعني معاه فلوس، معاه اكل، معاه عشاء، معاه مصاريف عياله. صحيح. انت مش تخسر حاجه. برافو عليك. موضوع مهم جدا. بس انا بدات اكمل. شغال. انا بدات في ثالثه كليه. كان ابن عمي الكبير ليه فضل بعد ربنا عليا. كان هو سبقني بسنه في الشغلانه دي. اشتغلت معاه سنه، معاه هو شخصيا. وتاني سنه قلت له طب انا عندي طموح اشتغل لوحدي. فقال لي وماله، اخدني من ايدي وداني التجار في العتبه، وبدات اشتري شغل انا وابن عمي التاني من هنا وشريكي. بدانا نشتغل. حلو مش وحش، بس طبعا امكانيات ضعيفه جدا جدا جدا. فاشتغلت لغايه ما خلصت كليه وكنت بشتغل في الصيف بس. كانت والدتي الله يديها الصحه وطولة العمر بترفض ان انا اشتغل في الدراسه. انت بتقول لي كده، كانت مقوله على طول شهيره، انت يا ما هتشبع شغل، خلص دراستك الاول وهتشتغل لما تشبع شغل، ما تقلقش هتزهق من كثر الشغل. فكنت بسمع امهات كلام حنينين. امهات حنينين جدا والله. لا عندهم نظره وعندهم خبره في الحياه. صحيح. ساعتها احنا كنا طايشين شويه. انا عايز اقول لك ان القبضاي النهارده والشخص اللي يقول انا باور، يعني اللي بيشتغل في الكليه عند الناس. ان انت تشتغل بقى وانت في الكليه بيزنس يكون برايفت بتاعك وبراس مالك حتى لو بسيط، لا دي انا شايفها ان هي بدايه صح او بدايه صح. قويه. بس هو توفيق. طبعا طبعا طبعا. صح. هو توفيق من عند ربنا. انت ما انتش عارف ايه اللي في الغيب، وما انتش برضه انا اسف لا قبضاي ولا مش قبضاي. هو يعني توفيق واقدار مكتوبه لك من زمن الابدين يعني. فدي توفيق من عند ربنا تشتغل. بس يعني هو انا كنت شايف ان هو شغل اداني خبره حلوه قوي استفدت بيها بعدين. انما وقتها انا ما كنتش مقدر الخبره دي. مش بيدر عليا دخل كويس ولا حاجه. ويعني نظره بعض التجار وفرض السيطره عليك ان انت جايب له سعر غالي او كانت بتديك احباط شويه. طبعا. انت جايب دي بكام؟ ب 2 جنيه؟ لا انا رخيصه، انا بجيبها باقل منك. عادي طبيعي، انا لسه شاب صغير، لسه راس مالي قليل، تشتريش بكميات كبيره فما تعرفش تاخد سعر حلو. مظبوط، خبرتي قليله. كنت بتشتغل في ايه بقى؟ منتجات ايه؟ انا يعني احنا بدانا تاجر شنطه. لا تاجر شنطه سنسوريه كده وبتطلع. مش تاجر شنطه، لا خالص. ادوات كهربائيه، بس رفايع الادوات الكهربائيه. الستارتر بتاع زمان، لو تفتكر الستارتر يعني ايه؟ الستارتر بتاع اللمبه المتر و20 اللي كان ايوه بيركب الجهاز الصغير اللي بيركب في النيون، في اللمبه النيون. تمام. لمبه الثلاجه، لمبه العروسه، وصله كابل الكاسيت، وصلة الاتاري، وصلة الفيديو، وصلة الاثنين في واحد والثلاثة في واحد والاف كونكتور، حاجات كتيرة في رفاعي الكهرباء، كمبتراية، فيشة دكر صغيرة كده، رفايع كتيرة في الادوات الكهرباء كنت بادئ بيها. الشنطة دي فيها العينات. ايوه. مش ببيع منها. بعرض عيناتي على الزبون وتاني يوم اسلم له البضاعة. بس بكميات بسيطة، بشغل بسيط، مش كميات كبيرة يعني. فاكر اول فاتورة؟ ممكن. للاستاذ طارق شهاب، ممكن في قليل مثلا. والله انا افتكر اول فطور انا وابن عمي نزلنا له. ابن عمي نزل دربني وعرفني. فانا افتكر ان انا زرت معاه 4 مراكز، قليل وقطور وتسوق وممكن كفر الشيخ. فانا افتكر مثلا ممكن الاستاذ طارق شهاب في قليل يعني. اللي هو كان زمان اولاد شهاب، الحاج فكري والحاج عم حسونه وعم طارق والناس الجميله دي. الحاج ناصر غانم حبيبي. كانت بدايتي مع الناس دي. والناس دي تجار افاضل اكبر مني وقتها ودلوقتي بمراحل. الله يوسع عليك. بس محبه واخوه وجيران، تعالى معاك يا صاوي، هات من دي شويه ودي من شويه. تشجيع ليك، استمر. ما شاء الله. انا فاكر. طيب انا عندي سؤال تاني. اتفضل. دلوقتي انت ابتديت تاجر، بتمشي بالشنطه، او مش تاجر بقى، او سيلز، خلينا نقول سيلز. معاك شنطه فيها الرفايع دي، العينات او السامبلز دي، تطلع بيها على الاماكن، البلاد اللي هي تروح حمول وبتروح دسوق وبتروح كل جميع كفر الشيخ والمراكز اللي من الغربيه القريبه مننا والبحيره القريبه مننا. ثانيه كليه، ثالثه كليه. ده في الصيف. وجزء انت عارف احنا كناش بنذاكر غير اخر شهر. حصل. وجزء من الدراسه صغير.
انا فاكر انتوا مره كنتوا بتبداوا كده بتكبروا شغلكم او حاجه زي كده، كنت انت واحمد ومحمد وشلتنا كده. شلتنا وف ناس كتيره شغاله في حصل المجال. حصل بس وقتها انت عارف. ايوه وقتها، لدرجه ان انا يعني اعجبت بالفكره، كنت عايز اجيب 5000 جنيه واخش معاكم، بس ابويا ساعتها ما رضاش، قال لي لا. استصغرني فاهم. اهالينا فعلا كانوا بيخافوا علينا جدا، بيخافوا علينا قوي لدرجه ان هو ايه، انت ازاي هتخش مشروع وانت بالسن ده، انت اكيد فلوسك خسران. وبرضه كانت الامكانيات ايامها، يعني انا بتكلم من انا من اسره بسيطه يعني متوسطه كلنا الحال. كلنا كده. ايوه، فبرضه انت المبلغ 5000 جنيه وقتها، كان 5000 مبلغ مبلغ، مش يعني قليل. 50000 النهارده مظبوط ورقم مظبوط يعني. مظبوط. ف وبديها برضه لعيل صغير. انا يعني ابويا يشوف انا بديها لعيل صغير 50000 جنيه، بديها له كده في انا ايده شايف النهارده. انا شايف ان الشباب مش عيال صغيره. هو لا، اوقاتها كده كانوا لا، شايفيننا كده. هم وانت هتشوف ابنك كده. حصل لا، حصل. اديله مساحته، اديله امم ثقته. امم مش هيجرى حاجه، حاول. امم هم ليه في اوروبا او في بعض الدول بعد وهو عنده 18 سنه بيقولوا له شوف حالك، شوف حالك. هو خايف عليه برضه، نفس احساسنا احنا كاباء، امم خايفين عليهم. بس هو بيقول له شوف اتعلم، اقع انكسر جرب، روح تعالى، عيش لوحدك. يعرف يعني. الحاج عز جوده قالها معاك، انا امم عجبتني قوي منه يعني. امم بيعلمه الشغل. بيقول لك انت بيخشنوا بيخشنه. بيخشنوا. لا انا مش كلامه انا مش غلس. انا مش هعلمه حاجه، قال اه كده. اه. قال بس انا هخشنه دي بجد. امم سيبه يتخشن، امم يعني سيبه يتخشن بجد، ما تخافش عليه. صحيح. ده انت طول ما انت خايف عليه وهيطلع بابي مدلل، مامي هيطلع مدلل، مدلل. مش عارف يشتغل. صحيح صحيح. طيب بعد ما وصلنا طلعنا من مرحله السيلز، دخلنا على ايه؟ على المحل ولا سافرنا ولا لا، عملنا ايه؟ انا كنت دي في الكليه. امم اخدت تأجيل من الجيش وسافرت السعوديه، سيلز برضه، امم بس في مجال تاني خالص غير الإضاءة، في مجال خاص بالأدوات المنزلية امم والمطبخ ومن المطبخ والحاجات دي يعني، في شركة في السعودية. اشتغلت فيها سيلز. كان عمري صغير قوي يعني 22 سنة ولا حاجة أو 21 كمان. وصلت فيها مدير فرع، ما شاء الله. مدير فرع الرياض، ما شاء الله. فرع مبيعات وإدارة وكل حاجة. بعد 3 سنين كنت أصغر مدير فرع في تاريخ الشركة، ما شاء الله. كنت أصغر موظف. تحت ايدي ناس كبيره جدا وخبره كبيره جدا، بس هم مسكوني لان انا كنت نشيط قوي 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 ومجتهد قوي 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 قوي. صحيح صحيح. افتكر ده اللي انا مدير اعرفه عنك فعلا، ما شاء الله عليك يعني. افتكر مدير ليا الاستاذ احمد عماش الله يمسيه بالخير. قعدت انا شغال حتى الجمعه بشتغل. فمره لا اعصابي شده كده، قال لي سوي انت بتشتغل لسه الجمعه؟ قلت له طول ايام الاسبوع. امم مفيش اجازه. قال لي طب لازم دماغك تفصل شويه من على الشحن عشان ترجع يوم السبت يعني باور انرجي. باور وصفاء. يعني عندك كده صفاء سريرة ونية ودماغ تقدر تشتغل أسبوع جديد. فيعني أنا كنت باور كويس ما شاء يعني. الله، ولا زلت ما شاء الله عليك. الحمد لله. عشان انا جاي لك في الحمد لله. السؤال ده، بتعمل ده ازاي؟ بتظبط يومك ازاي ووقتك ازاي مع بيتك وشغلك وحياتك، وبتعمل ايه؟ أنا شايف إن يعني حياتي كلها شغل. ايوه حصل. انا شايفك دايما ما شاء الله دايما في الشغل. بحب الشغل. امم يعني لا طبعا بيتي ليه وقت واصحابي واسرتي لهم وقت. امم بس يعني ايه، مش معظم وقتي زي اي حد والله. بس في وقت العمل باحب الشغل أوي، 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 وأركّز في شغلي أوي. ولو جيت على وقتي شوية في بيتي وصحابي، إيه المشكلة؟ مش هيجرى حاجة. امم ما هو أنت بتشوفها هي مراحل، هتيجي النهارده هترتاح قدّام، هتتدلّع النهارده ونُص، نُص، هتفضل طول حياتك نُص، نُص. صح. فأنت وارد تتعب شوية النهارده وأنت بصحتك وأنت بوقتك وسنّك، بعد فترة هترتاح. كلامك صح 100%. كنت أصغر مدير فرع في الشركة وقتها، امم بس للأمانة كانت خبرتي قليلة خالص. امم خبرتي قليلة في التعامل في إدارة الموظفين وإدارة الناس اللي تحتك. فللأمانة فشلت، ما كنتش لا ما عرفتش أتعامل معاهم. اتعاملت أنا كنت واحد من انا اللي هم. بيعجبني، معلش بدون قطع كلامك، اللي بيقول انا فشلت ده بيعجبني، مش اللي هو فشل انا ذريع. جامد قوي في كل لا لا لا، الاوقات في كل فشلت. العصور أنا بيعجبني كنت اللي بيعترف. أنا كنت صاحبهم، اه فأنا عارف هم بيتعاملوا إزاي اه وبيزوغوا إزاي. اه فلما بقيت مدير عليهم فبقيت أزنق عليهم بزيادة، امم طبعا نفروا مني. لا اه فشلت. والشركة قالت لي أنت مش هتنفع، روّح. الشركة قالت لي كده، تمام. أنت مش هتنفع ترجع مندوب تاني أو مسؤول بيع تاني. فقُلت لهم: "لأ، مش هينفع خلاص." امم "طب ننقلك فرع تاني؟" قُلت لهم: "والله أنا خلاص، معلش، امم النصيب اتقطع لغاية هنا." "طب بعد 3 إيه؟" سنين. بعد 3 سنين وشهرين، امم "أنا عايز أنزل مصر نهائي." "طب اتفضل، انزل مصر نهائي."
طب قبل ليه بقى انا نازل مصر نهائي؟ انت في قررت نفسك لا بقى؟ عشان انا انت عارف فكره التاشيرات وما التاشيرات وانت موظف عندهم، مم. فانا نازل اخد تاشيره وارجع تاني. اه يعني انت بس ناوي ترجع؟ على طول، اه. على طول ما مم. كنتش ولا عندي اي فكره ولا ثانيه ان انا استقر في مصر خالص. مم. انا كل حياتي هستقر في السعوديه، سبحان الله، نصيب بقى. مش هستقر في مصر نهائي. مم. مم. مرتب حياتي على كده، مم. انا مش هستقر في مصر. نزلت 3 سنين، انت ما لحقتش تعمل حاجه اصلا. انت عارف السعوديه، وانت سافرت السعوديه مم. مع جواز، مع مش عارف ايه، مع مصاريف. انا مش عايز اقول لك راجع في جيبي مش مفيش. مم. فانت ما لحقتش تعمل حاجه صحيح، يعني عشان اول تفتح فتره. حتى مم. مشروع حتى. مم. صحيح. هنا بقى جات لي الوظيفه اللي انا قلت لك عليه، مم. فتوظفت. طب يا جماعه 145 جنيه. مم. رحمه الله عليه الاستاذ حمد عطيه، يرحمه. صاحبي واخويا الله يرحمه. وحبيبي الله الله يرحمه. يرحمه. وساعة فقلت له انا يعني انت بتدي دروس وكده، فشور عليا. انا ما قداميش يعني، عايز احسن دخلي فادي دروس ولا ارجع تاني للكهرباء. بس انا حابب ارجع للكهرباء، بس معيش فلوس ابدا بيها اصلا، معيش بجد. مم. فادي دروس، قال لي ماشي ادي دروس بس الموضوع صعب. اجرت اوضه مع الاستاذ حسن حلمي. مم. انت دخلت في الموضوع كمان، ما طبعا شاء الله. اجرت اوضه، ما اه. جريش ولا طالب. اه. اختي وقتها الصغيره قالت لي ما حدش مقتنع بيك، بيقول انت لسه خبره قليله. وهي ما جاتش اصلا. سبحان الله. بجد. مم. استاذ حسن حلمي موجود، قلت له معلش مش هقدر اكمل معاك، اه. والشقه حلال عليك وانا مش عايز الاوضه. بعد قد ايه بقى؟ يوم، يوم يومين، اه. هو ما فيش حد جه اصلا. انت مستني طلبه تجيلك بعد اه يومين؟ ما هو انا عايز مجموعه واحده، مش عايز طلبه. اه. اختي هتجيب لي مجموعه ادرس لهم عشان اه. ابتدي. اه. فيمكن سبحان الله ربنا كاتب لي لا النصيب طبعا في حته طبعا تانية. طبعا. فبعد يومين قلت لهم لا خلاص مش هدي دروس، مم. مش عايز الاوضه يا استاذ حسن، والسلام عليكم وعليكم السلام. مم. طب هتعمل ايه؟ هرجع للكهرباء بقى. ازاي ما انت مفيش فلوس؟ يعني موقف غريب حكيته لناس كتيره بس مش كتير ناس تعرفه. هو انا كنت بزور عمي، مريض هو، وطالع من عنده في جيبي مثلا في جيبي 20 جنيه كده. مم. فال 20 جنيه دي يعني مش عارف اركب توك توك واقعد على قهوه اشرب مشروب بجد مش يا كده يا هزار. كده. خدتها بش. قابلت واحد قريبي مم. بعربيه ربع نقل بصندوق كده، فقلت له، ناديت عليه يا عم عبد الناصر، فوقف لي خير في ايه؟ انا عايز اقول له خدني معاك المحطه بدل ما امشي. مم. فقلت له انت مش كنت بتقول لي عايز تبيع العربيه؟ قال لي اه. قلت له ما ايه ما خيرتش انا اي كلام بجد والله ما في اه. نيتي. اه. فقال لي اه تعالى اركب هنخلص فيها. رحت قعدت مع القهوه خلصت في العربيه. اه. طب جبت الفلوس منين؟ بال 20 جنيه؟ لا بال 20 جنيه. اه. انت دهب. جايب الثقه دي منين بقى؟ بال 20 جنيه اللي في جيبك دي؟ دهب. شويه مدخرات بسيطه. اه. ما كملتش والله تمن العربيه. اه. العربيه كانت ب 64,000 جنيه، دفعت 50 وقسطت له ال 14,000 جنيه. كل شهر مثلا 2000 جنيه اعتقد يعني. هو راجل واقف جنبي، مم. هو يعتبر خالي يعني. اه. فدهب 50,000 جنيه من ذهب زوجتك؟ اه. زوجتي ودهب امي، جزء منها وجزء من مدخرات انا واخويا، مم. واشتريت العربيه. سبحان الله، النصيب. طب انت كنت راجع السعوديه على فكره من شويه. حصل. اه بقى ايه اللي قعدك بقى يعني؟ استنى تثبت. اه انت مستني تتثبت. اه. انت مستني تثبت، استنى اه. تثبت. انت رايح فين؟ تثبيت بعد قد ايه؟ كل سنه يقول لك السنه اللي بعدها. اه. فانا مستني اثبت. وكل ما بتستنى بتقول يعني حرام انا قعدت 3 سنين خلاص هانت. فانا ثبت بعد 4 سنين. اه انت على فكره كل اللي انت بتحكيه ده انا مش محمد الصور اللي انا اعرفه اصلا. آه ازاي تستنى هستنى ثابت السنه هو كده. 145 جنيه ولا مش اه عارف؟ زدنا شويه 600 جنيه. اه. اه وبعد كده زدنا 1000 جنيه. اه. وكان بعد ما كان اسمنا بالرصاص سمونا حاجه اسمها عقد مميز. اه. لا انت رحله يومك تبتدي من قلين للحمول تدريس حاجه صعبه صعبه. طبعا طبعا. ويعني مهما شفت من وسايط مفيش نقل. اه. هم بيقولوا لنا في الحمول احنا خيرنا عليكم، يعني انا اللي شغلتك عندي تشتغل شهر وعايز تنقل. ما هو انا بني ادم مش قادر اكمل. ده مواصلتين يا جماعه كل يوم الصبح بدري ايه ده؟ لما جبت العربيه سهلت عليا. ده لسه بتروح بالعربيه؟ انت جايبها ليه بقى؟ باخد العربيه محمله بضاعه كهرباء، اه. بضاعه بسيطه جدا 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 على قد صندوق العربيه او يمكن اقل. امم. اطلع من الساعه مثلا 6 الصبح من قليل، اوصل الحموله على 8، ادي حصصي ودروسي واخلص. طبعا انا كنت مدرس مش ملتزم، امم. معترف. معترف. تمام.
وكانوا بيتضايقوا مني جدا. امم كنت مدرس وتحولت للتحقيق بدل المرة 10. حفظوني في التحقيق. ليه بقى؟ تأخيرات، امم مش محضر، امم بجيب كتير، مش بعمل دفتر اللي بيقولوا عليه النشاط او دفتر اعمال السنه بتاع الطلبه باستمرار. بس بشرح كويس والعيال بتفهم مني كويس. بس هو في روتين في العمليات التعليميه لازم تلتزم بيه. انا مش بلتزم بيه خالص. تمام. كنت مدرس وحش، كنت باخد دفاتر الاعمال السنه من مدرسين تانية الا عشان ما اظلمش الطلبه. اه. طب وبعدين؟ آه، اطلع من بيتنا اروح الحمول اشتغل، اطلع بعديها بالعربيه الربع نقل بتاعتي اللي بوزع بيها البضاعه، ابتدي اوزع بضاعه على المحلات في الحمول واجبار الحمول. وانت راجع في الطريق. كفر الشيخ، الرياض، كل دي قريبه. كفر الشيخ، بلطيم، الرياض، دسوق، سيدي سالم، كل ده قريب. بالعربيه اخلص يومي، اروح الساعه 10 11 بالليل، اصبح تاني يوم الصبح نفس القصه. على قد ايه بقى الوقت ده؟ مشيت فتره طويله. فتره طويله مثلا لغايه انا خدت اجازه شهر 2 2016. لا، شهر 7 او 5 2016. تمام. خدت اجازه من المدرسه خلاص. مم. مش هرجع التربيه والتعليم تاني. تمام. بس في الفتره دي حصل عندي ظرف مش كويس خالص في 2015، ولظروف ما في اسكندريه، وكان معايا عربيه ربع نقل زيرو، ما مشيتش 1000 كيلو. العربيه اتسرقت بالبضاعه اللي فيها. يا نهار ابيض. طب ثانيه، انت دلوقتي اشتغلت، جبت العربيه النهارده في سنه كام الاول بتاعت عم عبد الناصر دي؟ بتاعت 2012. حلو. 2012 اشتغلت عليها لحد 15 وبعدين سبت العربيه دي وجبت عربيه تانية. بعت دي، وربنا رزقني طبعا بشويه أيوه. فلوس كويسين. اه والعربيات القديمه متعبه، طبعا. فقلت ايه، اشتري عربيه زيرو بقى وعربيتي. ما شاء الله. فاشتريت عربيه موديل السنه طب 2015. انت معلش انا اسف، يعني انت من 2012 لحد 2015، انت النهارده 2015 بتشتري عربيه جديده زيرو، يبقى اذا ربنا رزقك في الثلاث سنين دول ولقيت المجال ده. والدتي ساعدتني بربع ثمن العربيه الجديده. ماشي، مثلا بس انت في الواي اللي انت ماشي فيه بتاع البيع بكسب. ده، انت قاعد بتعمل ايه في المدرس في 3 سنين؟ مستنى اثبت عشان اخد اجازه، عشان الوظيفه ما ده تروحش. انت كان زمانك اتمسمرت مش الثابت. ازاي انت بس يعني مستني كانوا الاثنين مع بعض ومتحمل ده؟ عادي. اه. من 2012 2015 لا وشايف الخير جاي في اخر العربيه 2016. لاخر 2016 كمان. طيب جبنا عربيه، غيرنا عربيه في 2015 جديده. سرقه العربيه دي تحول. طبعا. تحول. اه الحاج كل عز حاجه. برضه، انا سمعت الحاج عز معاك قال لك انا حصل عندي حريقه. انت ما شاء الله انت متابع. جاي لك الحاج عز. برافو عليك. تمام. فبجد عنده 40 سنه، هو في سن ال 40 سنه بيقول انا بديت، قلت له من الصفر، قال لا يا ريت كنا تحت الصفر، من الصفر. تحت الصفر. فايه ده؟ ان مع العسر يسرى. يسر. مم. وبيأكد ربنا تاني يقول ايه، ان مع العسر يسر. مم. الابتلاءات، هو ربنا بيبتليك عشان يرزقك حاجه كويسه وحاجه اعلى. مم. بس انت هتصبر مم. ولا هتجزع؟ صح. هتقول ليه يا رب، ولا هتقول الحمد لله مم. اللهم اجرني في مصيبتي هذا وابدلني خيرا منها، مم. يا رب اخلف عليا بالخير. مش تقولها قدام الناس. ايوه ايوه. موقن بيها بقى. بس انا فتره سرقه العربيه دي كانت اسوأ فتره في حياتي نفسيا. انا راضي بقضاء الله، بس الناس ما بين شمتان مم. وما بين يا ابني مم. ده ايه اللي حصل لك، تعال احكي لي. لا تكون عايز تعرف، لان انا بعد العربيه ما اتسرقت دفعت لها فديه للحراميه وكده. اه واخدوها كلها وراحت العربيه بالفديه بالبضاعه بكل حاجه، ده راح. اه تغمضت عينك فتحت عينك تاني يوم الصبح مش اي حاجه. اه على الحديده يا ولد. يا نهار ابيض. اه ابدا بقى، مش تبدا بالصفر، عليك ديون. اديني بقى طاقه ايجابيه بقى، خش عليا كده بقى. انت عليك ديون، ايوه. لازم تصبر اه ولازم تشكر اه ولازم تحمد الحمد لله. من جوه قلبك، مم. من جوه قلبك بجد. مم. ويبقى عندك يقين ان ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، واقدار ربنا كلها خير. طبعا. في ظاهرها الشر، ما في باطنها الخير. فلما صبرت واعتزلت الناس فتره، مم. مش برد على حد. طب انت ما كنتش بحاول بس الاول ترجع عربيتك الاول وتشوف قصص؟ يا لهوي. اه الشعب المصري اه شعب مش عايز اقول كلمه وحشه. بيفتي في كل. لا، اه انت مش مجروح ومدبوح وعربيتك رايحه، مم.
وفلوسك ضايعه، وبتلف يعني بتحاول تلاقي اي بيقولوا كده اي اثر او اي شعر، اثر، اي شعره. تعالى اذبحك بزياده. اه. بزياده. ازاي بقى؟ اديني 2000 جنيه وانا اقول لك عربيتك فين واحاول اجيبها لك. اديني 3، اديني 4، اديني 5، اديني 10، اديني 20، اديني 30. ما اه. حدش بيفكر باي هساعدك لوجه انسانيه الله. معاك خالص. اه. ده انت بيسرقك، ده بيسرقك النهارده، وبكره واحد تاني اه. بيعشمك وانت عارف انه هيسرقك زي اللي قبله. اه. بس انت يعني مضطر اه. اجرب، لغايه ما تليفوني اتسرق وانا بدور على العربيه وانت دار عربي. بجد. اه. فلما تليفوني اتسرق كل تليفونات الحراميه والوسطى اللي بيحاولوا يجيبوا العربيه راحت. اه. ما عادش معايا تليفونات ولا ارقام. اه. ساعتها بقى ما فيش جيميل وكده، يعني برضو الفتره دي كل الارقام راحت. فحسيتها رساله من ربنا بتقول وقف، ما تدورش، دور على شغلك، ابتدي تاني. رجعت ابتدي تاني، وقف جنب تاني خالي عبد الناصر الذكر اسمه كتير. اه. وقف ازاي؟ هو جاب عربيه تانية واشتغل تاني. فرحت قلت له انا عايز العربيه بتاعتك شويه، عايز اشتغل، معيش فلوس اجيب عربيه، اديني عربيتك. فكان بيداني خميس وجمعه سلف. بعد فتره لقيته بيقول لي شاركني فيها. فبقول له إيه يعني انا بقى اول مره اسمع لحد بيشارك حد في عربيه. فقال لي اه شاركني فيها، انا بشتغل سبت حد واثنين، انت تاخدها 3 و4 وخميس وجمعه ما شاء الله. وتشيل مشروعين. وقد كان. هو كان شغال ايه بقى؟ بيوزع مواد غذائيه، حلويات وبونبوني، وتاجر مواد غذائيه طب وبسكوت كبير. وبتفضوها ازاي ما بين اليومين بقى؟ هو بيطلع. هو بينزل بضاعته في مخزنه وانا بنزل بضاعتي في مخزني. هو شغال برضه برايفت بيزنس بتاعه اه ولا بتاعه. عند شركه؟ لا 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 بتاعه. بحاله. اه. وقتها امم. بعد فتره هو صفى البرايفت بيزنس ده اه. وسافر السعوديه. اه. فقال لي تشتري العربيه؟ قلت له اشتريها. اه. خدتها قسط مرتاح اكتر من من قبلها. العربيه الاولى. اه. فضلت معايا فتره طويله العربيه دي لغايه ما سافرت الصين بعديها بقى. امم. بس انا نطيت النطه دي عشان اقول لك فضلت محتفظ بيها. انا اه. كنت بقول عليها وش الخير. اه. كنت مستورد وبوصل بيها البضاعه وهي موديل 2002 او 2001. كانوا المستوردين يقولوا لي انت انت سايبها ليه؟ انت ليه سايبها؟ اه. يعني انا متفائل بيها خير. امم. وشها حلو. امم. الفتره دي كانت صعبه قوي 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 قوي، ان انت تنكسر وان انت تشتغل وتقوم تاني وتآمن بنفسك وبحظوظك. و يعني وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني صح. أنت هنسعى، برضك هتسعى، غصب عنك هتسعى، اسعى، ده أكل عيشك وده شغلك. آمن بنفسك وحظوظك برافو عليك. واشتغل. برافو عليك. لا الحقيقه ما شاء الله معاك يعني صعب. جدا. ده طبعا. لسه كتير ايوه. بجد والله. لسه جايين بقى بس هو مش انا مش بقول كده عشان برضو يعني شو كده بجد. اه. هي اي بزنس، اي رحله بزنس لاي حد صعب. صعبه. ما حدش يعني كتير بيسالني هو ده فاميلي بزنس. امم. كتير امم. لما يشوفني عندي تيم البيع بيقولوا مثلا لبعض العملاء الحاج محمد جاي يزورك. هو متخيل الحاج محمد. امم. فلما اخش عليه كده الحاج الحاج محمد محمد. يقول اه. لي فاميلي بزنس. هو اه. الوالد كان كده، اقول له لا ايوه. والله. في بقك معلقه ذهب. ايوه امم. بقول له لا والله. امم. بدراعي طب ايه قصه المحل بقى؟ وبفضل ربنا. اتفضل. المحل ده والعربيه بتتسرق، فتحت محل في بيتنا امم. بدون ايجار بدون مجازفه، قلت في بيتي. امم. كان وشه حلو عليا فتره من الفترات كويسه. اتعلمت ازاي اتعامل مع الاند يوزر، امم. المستهلك النهائي. اخر يد. امم. ايه رايك في التعامل مع الاند يوزر بقى بالنسبه لك كده؟ شيء. شغلانتنا وحشه، وانا هقول كلمتين هيزعلوا ناس مني. امم. شغلانتنا فيها وسيط اسمه الصنايعي او الفني. للاسف. هم ناس محترمه وعلى قلبي، بس انا كرهت امم. الشغلانه بسببهم. ايوه. لا لا صعبين، مش بامانه هم ناس محترمه على كل حاجه، المحترم لو محترم نفسه. انا قفلت المحل بسببهم. بس الصناعيه عامه مش الكهربائيه بس، كل الصناعيه انا بلا انا استثناء، بالشيخ بالدقن بالمش بدقن بالحلو، مفيش مواعيد، مفيش التزام. انا ما اعرفش اتعامل معاهم. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما اعرفش اتعامل معاهم. الا ما رحم ربي برضه، اه عشان بس برضه يبقى كلامنا ايه. مظبوط. اه مظبوط قوي. انا ما اعرفش يعني هم لهم كاريزما معينه فهمتها بعدين. اه. بس مش لازم نخوض فيها كلام يعني. انا اه. فهمتها بعدين الكاريزما دي. ايه بقى اللي هي؟ بلاش، طب لا قول بس لا قول. لا مش حابب اتكلم فيها معلش. بجد. لا بلاش. بلاش هم دي. لهم كاريزما وطريقه معينه في التعامل، بس انا فهمتها بعدين، كنت ساعتها غشيم. بس دي بعضهم.
ايه بعضهم. معظمهم. ايوه معظم، انا معاك والله. اه. انت عارف كنت يعني انا بنصح اي محل، والناس هتشوفني محلات الكهرباء حبايبي امم. وهم ادرى مني بيها، بس انا عشتها عن واقع. متبقلهوش، يا تخصم له الفلوس اللي باقيه من الفاتوره، امم. يا تاخدها منه. يعني انت مثلا خد فاتوره ب 2000 جنيه، دفع 1000، ال 1000 ده امم. يخصمه له وقت، يقول له انا مش عايزه، يا تاخده منه تقول له معلش انا مش ببقي حاجه ليه. هو هيمشي، مش هتشوف وشه تاني، امم. ولا هيدفع ال 1000 جنيه تاني، امم. ولا هيجيب لك زبون تاني. خلاص انقطعت صلته بيك، امم. يروح يشوف محل تاني. امم. فانت خسرته. فبدل ما تخسره قول له هديه مني ليك ال 1000 جنيه، مش عايزه، عشان يجي لك تاني يفضل ينفعك تاني. امم. شغلانتنا الصنايعي فيها مسيطر شويه. فتحت المحل ده قد ايه؟ فتحت المحل ده قد ايه؟ فتحت المحل 2015 لغايه ممكن 2018. يعني انت فاتح المحل قبل العربيه ما تتسرق، ولا لو وقت العربيه ما اتسرقت؟ يوم ما كانت بتتسرق يمكن كنت بشطف فيه شطف. وبدهنه. سبحان الله. يمكن النظره بقى بتاعت المحل ده بيفتح محل هناك اهو، طب خد. اه. بس خبره كويسه. طبعا. و... طبعا. واتعلمت برضو من المحل حاجه تانية حلوه، امم. ان مش اللي عامل عتبه قديمه، عارف يعني ايه؟ انا بقولها كده على طول، اللي عامل عتبه قديمه في محل، امم. مهما انت كنت تاجر شاطر او مجتهد، عتبته حلوه. امم. فانا كنت بضرب بيها المثل لبعض الناس الافاضل اللي فاتحين في قليل، امم. مهما نفسته هو عتبه كويسه. صح. ثم انت كنت داخل مع تقايل برضه في قليل، انت مظبوط. مش داخل لوحدك بس كده. برضه عتبه كويسه، صح. هي عتبه، اه. احنا بنقول عليها قرفه وعتبه. امم. فانا اتعلمت مش بالشطاره ولا فرد الصدر، ولا الناس دي شغاله بقى لها سنين طويله، خلى عتبه كويسه حلوه، امم. رزق. امم. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها من المحل. بس ما تقررش تفتح محل تاني لا خالص. خالص؟ لا ليه؟ لا خالص. عشان بعيدا عن الصناعيه، هقول لك الريتيل ده من وجهه نظرك اصلا هقول يعني. لك انا مش بحب التقيد بمكان. اه. انت مع احترامنا الكامل لكل اللي فاتح محل، امم. انت فاتح محل تفتح الباب، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. امم. بتقعد بتجتهد وتاخد بالاسباب. امم. احب فيك او انت مثلا مجتهد في السوشيال ميديا امم. قوي، سواء بالدعايه. ده انا. اه انت حبيبي، ده طبعا شرف كبير، لمحلك. شرف كبير ده والله. الفيديو انا متابعك كويس. حبيبي على راسي. الفيديو بتاع احنا ما عملناش الفكره الفلانيه، احنا ما اه. جبناش البلوجر الفلاني. حبيبي. الله اكبر. حبيبي. انا اتفرجت عليه، لقيت ان انا كل اللي انت قلته انا اتفرجت عليهم، بس حبيبي. انا نسيتهم يعني. اه. بس لما انت جبتهم في ملخص، انت اه. كل حاجه عملتها يا ابني، الحمد احنا لله. مفيش حاجه ما الحمد عملناهاش. لله. الحمد ده لله. الدرون كمان صورتنا. حصل. الحمد لله والله. فانت بس انت مقيد بمكانك. انا هاجي اقول لك بقى في في سؤال هنا، شغلانتك فيها اونلاين، انا مش مقيد بمكان ولا حاجه، انا عندي المكان ده اوريدي مقيد ماشي، بس البيزنس نفسه، بيزنس الملابس وكذا، اه مش مقيد. مش مقيد بالاونلاين. لا، عندي الاونلاين مفتوح، عندي سوق الجمله، واكيد امم. انت عندك نفس القصه، بس انا عندي بس سؤال، عندك اونلاين اصلا؟ شغلانتك تنفع فيها موجود اونلاين؟ موجود في شغلانتنا، بس مش بالكيفيه القويه. امم. لان احنا قلنا برضو تاني ان شغلانتنا فيها وسيط، اه. دكتور بيكتب روشته. اه. دي مش هتتباع غير عن طريق صنايعي، هو اللي يقول للزبون. روشته. ايوه روشته. فانت لو نزلت الدكتور كتب لك اه. روشته، ونزلت الصيدليه اه. وقال لك على بديل للدواء، اه. هتقول له ايه؟ ارجع اه. للدكتور اساله الاول هل البديل ده فعال ولا لا. اه. فانت الصيدلي لو مظبط بقى للصنايعي هيقول البديل تمام. كده مظبوط. اه. فهو انت هيجي يشتري من اي محل او امم. من اونلاين، امم. فانا بعرض عليه منتجي او اي منتج تاني، امم. فهو متردد يشتريه ولا لا، هو عايز امم. يسال الصنايعي. فغالبا شغلانتنا هو بياخد الصنايعي، الاند يوزر بياخد الصنايعي من ايده ويروح المحل. امم. اسمها كده بالبلدي رايحين نطلع الكشف. امم. هم بيروحوا يطلعوا الكشف. اه. فمستحيل الشخص العادي هيشتري اونلاين من النت في قطعة. في شراء، اه. بس مش اللي بالك فيه. لا صح. ممكن منتشر شويه في الديكوريشن، مش في السلوك والحاجات ايوه، في دي. النجف، في الاباجورات، في كده. ايوه هو داخل عجبه الشكل ده هيشتريه. صح. انما بقى ايه، لمبه وفيشه وسلك وبواط لا. وفليكس صح. وخرطوم والكلام ده، لا لا مم. صعب شويه في الاونلاين يعني. مم. بس في اونلاين بس قليل. طب نرجع، انا مقيد في محلي، انت بقى مش عايز تبقى انا مقيد، عايز بنصح اي تنزل. حد، المحل اصلا ديكورات كتيره، مم. توضيبات كتيره، ايجار كتير، عماله كتيره. مم. آه ضرايب، كهرباء، تأمينات. الله اكبر. اه. انا انصح اي حد ما مم. تبداش بمحل، خلي المحل هو الخطوه الثانيه، صح. ابتدي تاجر. عربيه، صندوق، حط اي بضاعه، ملابس، اي حاجه مم. واطلع بيع. مم.
هتاخد خبره كويسه جدا 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 في الخامات، في مم. التفاصيل، مم. في تجاره الجمله، في مين اللي بيستورد الشغل ده، مين اللي بيصنعه كويس، مين اللي اسعاره كويسه، مين الشركات اللي فاهم. هتاخد خبره كويسه جدا مع الحركه، مع معامله زباين كتير انت بتزورها. مم. لا لا، تستفيد من الناس دي. بعد كده فكر تفتح محل ولا لا. انما انت ابتديت بمحل، انا وجهة نظري انت ابتديت انت بركت كده بمكانك. بالظبط. مم. انت بركت، مم. ما تقدرش تقوم. مم. انما طول ما انت بتتحرك افتح محل وسيبه لحد يديره وانت كمل جمله. مم. تكميل الجمله لذيذه، اه. الحركه بركه. مم. بيقول لك توه ترزق. مم. يعني اه. يقول لك ما تسالش قوي وانت نازل مركز وفين محلات الكهرباء، ما مم. تسالش، مم. انزل توه، امشي في اي شارع ترزق. صح. تلاقي واحد هنا واحد هنا واحد هنا. انا عايز اقول لك محلات القطاعي بمناسبه ان احنا بنتكلم عنها، انا كطارق جات عليا فتره انا كنت عايز ابيع القطاعي، بس حسيت، عارف انت ساعات كده كتاجر او بتكلم كمحمد الصاوي كده، لما تيجي مثلا فرضا عندك محل كده من ضمن شغلك كده، فتخاف تقول يا جماعه انا ببيع، الناس محمد الصاوي بيحصل ايه، ده بيجرى ايه، هو بيبيع ليه، هو بيخسر، هو انت اه، فاهم. تقصد تبيع المحل خالص يعني. انا كنت جات لي فتره كنت سافرت السعوديه من سنه ونص كده، وكنت عايز اعمل بيزنس هناك يعني مع حد حبيبنا، ف راجع من هناك شايف البيزنس هناك عالي قوي، وجو شغل قوي، والدنيا مش كل يوم سعر، وكل يوم اللي احنا بنشوفه اه، ده في بس السوق احنا ده. كل يوم سعر عشان برضو في ضربات كتير في في ضربات العملة في وكده. ضربات عندنا في العمله طبعا. فبس في سوق يعني، بعيدا عن السعر وبعيدا عن الاسعار بتتغير وبعيدا عن العمله وبعيدا عن كل القصص دي، انت كل يوم اصلا لما تدخل محلك كده وتلاقي واحد داخل في ظهرك بتقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وتلاقي واحد داخل في ظهرك كده السلام عليكم انا جاي لك بالترخيص، السلام عليكم انا التامينات بتسلم عليكم، مساء الخير الكهرباء وريني العداد، بس ده انا، جو مش شغل خالص. لا انا مش بحبش، ما احبش اصدر الاحباط من الحتة دي. لا انا مش بصدر احباط، بس لا، انا بوريك، ممكن انت مش شايفها دلوقتي بحكم ان انت ما بقتش اصلا موجود في الواي ده او في هو الاريا في دي. في بس ده ما يمنعش ان انت تبتدي. لا لا مش بقول ما نبتديش، انا في بتكلم. ناس في اه. ناس بتحط العراقيل دي كعائق ليها ان هو ما يبتديش. لا انا هفتح، انا بسمعها من ناس كتير اصحابنا انت عارف، امم. والضرايب ومش عارف ايه وايه وايه هيجوا لي. مش بعبع، ومش هياخدوا فلوس كتير منك، ما تخافش. يعني أنا مش عايز اقول لك ناس صحابي مستوردين ما عندوش سجل تجاري وبطاقه ضريبيه يا لغايه نهار ابيض، دلوقتي، امال عامل بتسرى ده ازاي؟ بيدخل على الغير. اه. طب وانت خايف ليه؟ اصل بيقولوا هي دي، بيقولوا لا لا خالص، انا مش مقصدي كلها مبالغ المبالغ، صغيره وعاديه. انا مش مقصدي المبالغ، انا مقصدي ان انت النهارده داخل شغلك بتلاقي النهارده عندك ضرايب تامينات، واحد داخل يعني تخلص من النهارده من واحد بتاع الدفاع المدني والطفايات الحريق فين ويلا رزعك محضر والله مش لسه عارف ايه، مكلمني بتاع الدفاع المدني من كام يوم. مع حبايبنا اخواتنا عشان أنا حبيبي واحد فيهم بيتابعني، ف تخلص منه النهارده تخش تلاقي بكره عندك واحد جاي من التامينات بعده جاي مش جو شغل، مش عامل لك جو ان انت بيساعدك، انت وصل، مش بتكلم على الارقام اللي انت بتدفعها الارقام، ولكن الجو العام اصلا نفسه مش جو ان انت تشتغل، انت فاهم قصدي عايز اقول ايه؟ في كل دوله فيها البيروقراطيه دي وفيها لا انت النظام ده. محمد انت كده الساعه يا محمد، بجد يا ح... كل دوله انت عايز فيها توصل الكلام جامد شكلك كده. خالص. انا مش بدرب برضه في السياسه، انا بتكلم عموما. انا شايف ان كل دوله فيها الكلام ده. لا انا شايف ان انا لو هشتغل اونلاين المصلحه متداريه وزي الفل، ولو هشتغل جمله احسن لي بكتير من القطاع، مع الزباين والتعامل القطاعي والقطعه والفصال والمش عارف، لا لا لا، انا بحكم ان فانا كنت جاي من بره، عايز اصفي البيزنس ده واخليني اونلاين في مصر واطلع بره، اه فبس وقتها وقفت على الحته بتاعت ايه بقى، حتتين، الاولانيه بتاعت اهل يعني والدي وكذا، انت ماشي امتى، انت جاي تسافر امتى، انت اه، النهارده كبرت، انت لسه وكنت لسه راجع من رحله سفر برضه. كنت ولا وانا كمان لا انا عايز اصفي والله جاي انا نازل مصر وبقول ايه، انا هنزل اصفي بسرعه، واحد حبيب زي محمد، واحد يعني برضو انت عندك ما شاء الله عندك مخازن وعندك كذا، فمش اي حد صغير لسه معاه 100,000 200,000 هيقدر يشيل شيلتك، فانت تمام. عايز حد تقيل يقدر يشيل الشيله وتوري له اه حساباتك اه وميزانيتك وكذا، اه وتخلع من القطاع، لان القطاع انا بشوفه لا هم يعني همومه كتيره مقارنه بالاونلاين، مقارنه بالجمله، مقارنه بالتصدير، وخصوصا انا جربت تصدير فتره ان انا بس بيكسب حلو. بيكسب حلو الحمد لله. شكله بقى جنب مكسبه مش احسن حاجه، كله بيكسب الحمد لله، وعلى فكره انا ممكن اكون بأرزق والله بسبب الولد اللي بيعمل لنا الشاي، وحق مظبوط لا اله الا الله يعني، مظبوط مظبوط. فمش شطاره، لا لا، ولو في عندي شطاره فبرضه ربنا اللي اداهاني.
فكله من توفيق ربنا. مظبوط انت مظبوط فاهم قصدي؟ مظبوط. نطلع من الاونلاين والقطاعي ونروح بقى. الاونلاين هو المستقبل في كل حاجه، بس آه. في مجالات معينه زي مجالنا لا ما ينفعش. لسه شويه، صح لسه شويه. صح. انت انا مجالك. نفسي ابتدي، اه بس انا شايف انا عايز اخد بايدك كده وتشوف الاونلاين ده هيعجبك جدا. انا موافق. يعني عايز اقول لك الاونلاين ده مشكله، في حته تانية. المشكله ان انا كشركه نيون مش مم. بقدم كل الكشف بتاع الشقه. اه انا بستورد وبشتغل في البراند الخاص بيا فقط. امم فده يمثل كام من كشف تشطيب وتأسيس الشقة؟ ما يمثلش حتى 20%. 20%. اه، ما شاء الله. في 80% محتاج هو يجيبها من بره. تمام. يعني انت شايف ان الاونلاين مش ناجح في مجالك علشان طبعا ان هو. مفيش شركة بتغطي كل احتياجات الاند يوزر من كل حاجته في الكهرباء، تأسيس وتشطيب، امم غير بعض المحلات. طبعا المحلات كلها بتغطي، امم المحلات بقى هي اللي المفروض تشتغل اونلاين. احنا كشركات انا بشتغل اونلاين، بستهدف التاجر او المحل ان هو اه ياخد شغلي، ما بستهدفش الاند يوزر خالص. تمام. الاند يوزر المفروض اللي يشتغل على الاونلاين المحل، ليه؟ عنده من الابره للصاروخ في المجال، صح. فيقدر يعرض اونلاين كويس. طب انت المصنع دلوقتي قبل، يعني احنا عايزين نروح لحته المصنع بقى والتصنيع والاستيراد بعدها. الاستيراد هو في حته مهمه بحب اقولها في الاستيراد. امم من تجارب الاخرين تعرف انت هتوصل لايه. بمعنى. بمعنى الاستاذ طارق الشيوي شغال في الملابس بكيفيه معينه، امم هو شايف ناس اكبر منه سنا وخبره وفي السوق كانت شغاله بنفس الكيفيه اللي هو شغال فيها، امم بعد 10 سنين وصل لايه؟ اه انت شايفه، اسال عنه. فلان الفلاني امم ايه بقى عنده محلين. امم يعني انا مجال الاستيراد جاب لي كده. اه بصيت للتجار اللي بتوزع في مجالنا امم والمستوردين حبايبي اللي انا كنت شغال معاهم ساعتها، الله يوسع عليهم ويبارك لهم. بس يلا. انا بصيت لنفسي بعد 10 سنين، التاجر اللي بيوزع ده، امم انا جبت تاجر بيوزع مثلا بقاله 30 سنه في السوق عشان اعرف ايوه. ايه اللي طرأ عليه. لقيت على وضع. على وضعه، امم يعني تغير طفيف في حياته امم الماديه والمعنويه والعمليه. امم بس كان عنده عربيه، بقى عنده اتنين بس. امم بس انا لما اكمل وراه وابقى اشطر منه شويه، بس النتائج مش هتفترق، مش هتختلف كتير، قولا واحدا. امم بس انا حبايبي التجار اللي كنت انا شغال معاهم، المستوردين بقى اللي انا كنت باخد منهم شغل، امم انا كنت بشوف الله اكبر على التغيرات اللي بتطرأ عليهم. ما شاء الله. تغيرات وطرقات سريعه في حجم الشغل، في حياته الشخصيه، في كل حاجه. الله يوسع عليه، كلهم صحابي وحبايبي. ما شاء الله. فمن هنا قلت ايه، تكمل تاجر جوه مصر امم وتبقى زي فلان وفلان وفلان اللي سبقوك بقى لهم 20 سنه في الشغلانه، امم ولا تبقى مستورد زي فلان وفلان وفلان اللي انت بتاخد منهم شغل الناجحين؟ والله ما بص في رزقه، بس انت انت عايز تبقى عندك هدف تارجت. اه ايه التارجت بتاعي؟ اه ده ولا ده؟ لا طبعا اكيد البيج تارجت. البيك تارجت. مم. انا هسافر الصين واستورد. سنة كام بقى؟ 2016 على طول كده؟ كان العربية عندي، لسه مسروقة يا جدع. مظبوط. ما بعد ما صبرت ربنا رزق. ما شاء الله. و2016 دي كان عندي 30 سنه. امم انا شايف انها 30 سنه صغير خالص. جدا على خالص. الصين، طبعا. بجد. ما شاء الله. انا هسافر الصين. الناس قالت لي خد تعالى يا هبل. اه رايح فين؟ اه رايح الصين. رايح اه الصين ازاي بس يا ابني؟ تلاقيك اصلا بتحوش ثمن التذكرة دي بالك قد مش ايه؟ عايز اقول لك ان مفيش حد غير يعني ممكن امي، وكانت برضو قلب الام متخوفه. خايف. اه مفيش حد شجعني على الخطوه دي بتاتا، سبحان الله. ما بين خايف عليك وما بين مستكتر عليك ومش عايزك تروح، اه الاثنين. اه بس خطوه صعبه. طبعا. هو مين اللي بيدعمك اصلا عموما في حياتك؟ اكتر بيتعلق اكتر حد برافو. ايوه دوس ما شاء الله، انا واثق فيك. يعني هي فكرة غريبة بس انا مين ده؟ يعني الشخص الاول امي. ما شاء الله ربنا يحميك. طبعا امي امم بدعاها ورضاها وبركتها، طبعا امي. على تخوف. مع تخوف ايوه. بعدها زوجتي، امم عايز توصل، بقول لك انت شكلك عايز توصل. اولادي، ما شاء الله. وبعض اصدقائي المقربين الحلوين قوي اللي بيدعموني قوي يعني. امم في اصدقاء ما بتحب لك الخير، امم على طول يدعمك ويقول لك برافو. حافظ عليهم.
طبعا، وبعض التجار وبعض حبايبك في المجال. مم. انا بحب الخير لكل الناس وعلاقتي كويسه بكل الناس. الحمد لله ما شاء الله، وانت ان شاء الله محبوب الناس والله يا حاج محمد. كلها ان شاء الله تحب لي الخير برضه. الحمد لله، الحمد نتمنى لله. ذلك والله. ما طب هو ركبت سلم الطياره، عايز تقول ايه؟ عايز تقول حاجه؟ اه قول. انا بتكلم على الخير يعني اه. عامه. فحب لاخيك ما تحب لنفسك. مم. بجد، حب لاخوك ما تحب لنفسك، ربنا يرزقك. صحيح. ساعد غيرك في نفس مجالك، في نفس مجالك، ودي مساعده صعبه. صح. اسال يعني مشهور عني في السوق يقول لك الصاوي خد كل الناس الصين. حصل. بجد. لو انت خدت ناس كتير قوي تحت جناحك هنا كمان. مظبوط. مم. طب ايه يا عم ناس كتير اصحابنا انت خدتهم كده في في ناس يقول المجال ما لك شاء الله. هينافسك، هياخد من رزقك خالص. مم. ربنا بيكرمك كرم زيادة كتير عن الطبيعي. انت الطبيعي 1 2 3 4، بتيجي 4 بتساعد واحد بتلاقي نفسك في 10. مم. منين؟ مم. من الخير والفضل اللي انت عملته مع صاحبك، مع تاجر، مع اعمل الخير. تاني حاجة في نقطة مهمة قوي، انا خدتك في حتة دينية عايز اتكلم فيها على السريع. مم. الصدقة. ايوه. احنا مش بنستنى الفلوس عشان نتصدق، احنا بنتصدق عشان عشان ربنا تيجي يرزقنا الفلوس. الفلوس. صح. حتة مهمة. بص، هي في وسط حياتك وشغلك والبيزنس يعجبني فيك الخير اللي انت بتعمله. مثلا انا متابع جيد حبيبي. الشنطة الحلوة اللي انت بتطلع بيها في شوية لبس حلوين حبيبي. لبعض الفقراء والمساكين والناس البسطاء. الله يبارك لك. حاجة بسيطة مم. بس تبسط الناس مم. وتدعي لك. لما يدعي لك ويفتكرك كده كل فترة يدعي لك، ربنا يكتب لك القبول ويكتب لك الستر. خلي بالك الستر دي يعني وارد ما تحسش بنجاح، صح. بس في ستر اتشال من عندك. صح. كوارث كانت هتحصل لك، مم. حوادث كانت هتحصل لك، مم. لا قدر الله محلك يجرى له حاجه، مم. حد في ستر، في قبول، وفي رضا مم. بيعم عليك من الخير اللي انت بتعمله. صح. من الصدقه. صدقه مهمه قوي قوي قوي. يعني انا على طول اقول اتقوا النار ولو بشق تمره، نص تمرايه مم. ما فيش. مم. بس في ناس يقول لك انا معايا ايه يعني، 10 مم. جنيه برع بيه، صح. 5 جنيه برع بيه، جنيه برع بيه. لا تستكثرن من المعروف شيئا. تستكثر يعني لا تستقلن. من المعروف شان، اه. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او رحم، ايوه. بابتسامه بس. اه. فده معروف. صحيح. تاني حاجه برضو مهم، انا اخدك في حته الدين لا لا شويه. بالعكس انا انا مش بحب ده. شيخ. ده انا بحب ده اصلا يعني. صله مع. الرحم. ايوه. الله على صله الرحم. صعب. كلنا ندعي ان احنا وصلنا الرحم، بس صلة الرحم اللي مش مفهومة ان احنا بنوصل لعم اللي بيوصلني، مش دي صلة مظبوط الرحم. مظبوط. انا بعملها بقى طمع. مم. انت تقول ازاي ده انت طماع؟ طماع. الحديث بتاع صلة الرحم على أن يصل رحمه يمد له في أثره، يعني يطول ربنا في عمره وأعتقد رزقه. اه. الحديث يعني أنا مش فاكره كويس، اه. بس الحديث فيه إن ربنا يطول في عمرك وفي رزقك وفي كده، فأنت خليك طماع مع ربنا. ما هو ربنا اللي بيرزق. صح. كل القصة إن أنت إيه صلة الرحم يعني إيه بمفهومها، إن أنت عمك مزعلك فمش هتتصل عليه. مفيش مزعلك ولا مش مزعلك، مم. صل رحمك. مم. حتى لو مفيش اصلا قطيعه اسال عليه. صح. بجد بتفرق معاك في موضوع الرزق قوي 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 الله يبارك قوي 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 فوق مما تتخيل. مم. صل رحمك، الله يبارك لك. اسال عنه بمكالمه تليفون، برساله واتساب. انت عارف دايما يحضرني كده كل فترة بسيطة ان انا اعمل ورقة، بس مش عارف ليه انا بتشغل ان انا اعملها. ممكن الفكرة دي سبحان الله الناس تسمعني فتعملها هي كمان، اخد ثوابهم يعني، فالدل على الخير كفاعله. اعمل ورقة فيها كل قرايبي، ويبقى ليه يوم في الشهر والله العظيم بس مشغول. انا بقالي فترة بقول ده هعمل ده بس مشغول. وان شاء الله باذن الله بعد اللقاء ده هعمل. عمي الكبير عاملها، ونتصل عليهم عمي يوم في الكبير الشهر. عاملها، الوحش والحلو بس هو الله يشفيه. اللي هيقفل السكة في وشي. بقول لك عمي الكبير عاملها، اه. بس الله يشفيه ويعافيه، كان كل يوم 2 لازم يكلمني. اه. انا بدات اخد بالي فسالته، قال لي اعمل ورقه. برافو عليك. انت دورك يوم الاثنين. اه. والله والله انت دورك يوم الاثنين. عاملها بالدور. ها. اه. بيتصل عليك كل يوم 2 يسال عليا عامل ايه، وعمي الكبير كبير العيله اه. بيسال عليا، انا شاب صغير من ضمن شباب العيله. ما شاء الله. صعب قوي على فكره تلاقي النهارده واحد اصلا بيتصل على واحد عشان يقول له اعمل ايه بس من غير وراها حاجه. مظبوط صعب قوي. مظبوط. بس انا في صله الرحم ما شاء الله طماع قوي يعني. ما شاء الله عليك. بسال على كل قرايبي البعيد والقريب. ما شاء الله. انا اعرف حد تبعي حبيبي كده بخصوص موضوع الصدقه ده، فجاي بيحط صدقه في حاجه معينه. يعني ايه الموضوع يا عم انت لسه قابلني؟ اصل انا مزنوق اول يومين دول. شوف الكلمه،
مزنوق قوي. انا بعملها على طول كده يعني فاهم قصدي، مزنوق فراح مطلع. بزياده. مستني حاجه بقى. انا لن تنالوا البر أنا حتى تنفقوا ايه مما تحبون. مما تحبون. امم. تحب انهي ورقه؟ ايوه. ام 200. طب في كام بقى، في كام ورقه بقى ب 200؟ صح. في باكو ب 20، طلع الباكو ب 20. انت ما شاء الله يعني سباق دايما في خير، وما شاء الله ده اللي انا اعهده عنك ما شاء الله ان انت الله يحميك دي يعني. التجاره الرابحه مع الله، برافو. وبرضه في نفس الوقت انت بترجو منها نصيبك من الدنيا. صحيح. لن تنالوا البر حتى مم. تنفقوا مما تحبون، يعني في بر هيجي من مم. وراها. طب انا عايز الاثنين، عايز الدنيا والاخره. ان شاء الله كلنا كده والله. مم. فدي في التجاره لها اسباب خفيه في الرزق، في ان ربنا يوسع عليك. مم. هو مش كل حاجه هو طبعا كله رزق، مم. بس مش كل حاجه بالاجتهاد بس. صح. في حته كده بتعملها مع ربنا، ربنا بيوفق لوحده. انا ما فيش حد غني او شاطر قعدت معاه الا لما لازم يكون لي عنده نصيب وفاهمها قوي في الحته دي. يعني بحس انه غناه فكره اصلا هو الغنى الحقيقي، طبيعي انه فكره في الحته دي هو ده اللي جابه هنا. طبيعي ما شاء الله يعني طبيعي تبارك الله. طبيعي طبيعي. قول لي السوق طيب علمك ايه؟ السوق كده باللف بقى، بالمحل، بالعربيه، بالشنطه السنسوداين القديمه قوي دي، بالمستورد، بالمصنع اتعلمت ايه؟ في كلمتين مقتضبين وبعد كده نوسع. براحتك. الصبر والاجتهاد والاستمرار، 3 كلمات. امم. تصبر، تملش، تتعبش. استمرار، اسعى، استمر، طور من نفسك. شوف ايه غلط تصلحه، شوف ايه صح كبره طوره. امم. انا قلت التالتة ايه؟ الاستمرار لا، الصبر. والاجتهاد والاستمرار. الاجتهاد. امم. اجتهد، اجتهد في المألوف غير المألوف. امم. يعني يعني ان انت زي ما قلنا تاني، ان انت 30 سنة ومسافر الصين. امم. خلي بالك انت انا جاي. اخدت الحتة دي. اه 30 سنة ومسافر الصين دي، لا مش هيتنصب عليك. وبالفعل اتنصب عليا والله. والله. بس ما خسرتش كتير. اه. ازاي بقى؟ يعني وقعت في ناس مش كويسين في الأول. مخلص بقى جمركي من هنا ولا من هناك كل ولا؟ حاجة. كله. يعني كانت كل المنظومة أصلا يعني إيه جاية اه. عليك. اما انت رايح ازاي؟ انت مش رايح على واحد زي طارق كان مستورد فهتروح ازاي؟ رحت معاه. اه. يعني ما كانش ألطف حاجة. ما كانش اختيارك من البدايه صح. لا، ما هو الاختيارات كانت قليلة. امم. هو ده الاختيار الوحيد، هو ده الوحيد اللي وافق إنه ياخدني الصين. امم. فراجل محترم وكل حاجة، بس يعني تجاريا ما كانش أحسن حاجة مش شاطر. في ولا يعني هو مش شاطر فما عرفش ينجحك، ولا هو نصاب فضحك لا لا، ما هو عليك؟ مش نصاب خالص، راجل محترم وكل حاجة، بس يعني في أمور في البيزنس كده مش ضروري نحكي فيها. اه. فهو كان اختيار مش موفق، بس ما فيش غيره. امم. واشتغلت مع واحد تاني عايش في الصين. هو والد يسمعني ويشوفني يعني. امم. الله يهديه ويصلح حاله، برضه ما كانش كويس. امم. ما نصبش عليه ولا اي حاجه، وراجل زي الفل، بس يعني برضه عطل مصالحي بطريقه ما، عطل المصالح. امم. فقت من الخبطتين دولت، انطلقت. امم. كانت انطلاقه جميله 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 جميله. الصين بلد جميله، امم. تصنيع وفي الشغل جميله 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 تنصح الناس بيه؟ جدا. انا اي واحد صاحبي اقول له كده، امم. اقول له اشتغل في اي مهنه هنا نهايتها استيراد. اه. تعمل ايه مثلا؟ اشتغل في ايه؟ طب مش عايز تشتغل في مجالي، بلاش مجالي. مثلا اقول مثلا السباكه، الحدايد، البويات، اي الكاوتش، العربيات، اي مجال فيه استيراد، بس اشتغل فيه جوه مصر كويس جدا جدا. هو في نقطه مهمه انت قلتها بالسؤال ده. الناس كلها واخده محمد من فوق. امم. يعني طارق مثلا، اقول مثلا امم. تقابلني ما تاخدني معاك الصين. امم. طب وانت طارق هتروح تعمل ايه في الصين؟ امم. استورد اي حاجه. هو انت بتعرف في ايه؟ امم. وده اهم حاجه. امم. انت هتعرف تشتري ايه من الصين عشان تعرف تبيعه هنا، تكسب منه. ده المهم. ناس كتيرة سافرت بدون دراسات، امم. فشلت وخسرت كل حاجة. امم. لازم أنا لما سافرت الصين بعد 5 6 سنين شغل جوه سوق مصر، أنا رايح عارف هجيب إيه وبكام وبأنهي جودة عشان أعرف أبيعها جوه السوق المصري. ده أهم نقطة في النجاح. طبعا. ومنين؟ ومنين؟ امم. فدي مهمة قوي في البيزنس، إن امم. أنت تتمرمط في المجال هنا وبعد كده تسافر الصين. مفيش اما انا مشكلة. بسمع طيب المينا ده اسوأ حاجه في الحياه
بتقابلك الارضيه والحاجه مش عايزه تخرج من المينا والكلام العظيم اللي بنسمعه عن الاستيراد ده. من ضمن نجاحاتك ان انت تنقي مخلص جمركي محترم يقدر يخلص لك شغلك كويس. ما هو الاستيراد برضو مش الناس متخيله سهل. ان انت وانت قاعد هنا اه. انا عايز اوردر من الصين. طب اكتب عندك يا ابني كفر الشيخ قال بالكرتونه. لي، بجد. لا لا كفر لا. الشيخ مركز قال لنا ليه المحطه. واحد صاحبي اه. حبيبي ده برضه هيسمع الحته دي. اه. اسمه ابراهيم، اه. مستورد قد الدنيا. محل بيفاصل معاه في المنتج، فقال له رد عليه رد غريب شويه، لا قال له غالي ولا رخيص ولا اي حاجه. قال له ايه؟ قال له حضرتك ركبت الطياره 10 ساعات ورحت الصين؟ قال له لا. مم. عايز حضرتك عملت اوردر في الصين بمواصفات معينه ودفعت عربون حولت فلوسك كلها الصين ملايين الملايين بالدولار اللي مش بالدولار. لاقيينه. اه. الصين، واستنيت لغايه البضاعه ما توصل المينا؟ قال له لا. قال له طلع عينك في المينا وي قال له لا. قال له البضاعه جات لك وجمعت وعملت وعلبه وكرتونه وبيع واجل؟ قال له لا. طب انت تفاصل ليه؟ ده عشانه من الاول. هي اه. هي خطوات كتيره جدا جدا طبعا. جدا وصعبه جدا، بس في نفس الوقت احنا مربح. متمرسين عليها. ما شاء الله. بس هي صعبه جدا طبعا. جدا. مم. اختيار المورد، اختيار الخامات، وفيها مجازفه. انت بتسافر 10 ساعات، مم. مجازفه ان انت بتدي فلوس لصيني انت ما تعرفش اسمه الصيني ايه. حصل. هو مشهور معاك باسم انجليزي، اه. والله لو قفل تليفونه بكره مش هتعرف توصل له. اه. فدي مخاطره. طبعا. البضاعه تيجي من هناك ما فيهاش عيوب، دي مخاطره. مم. تتشحن في البحر والحاويه ما تغرقش مع اي مركب، بيحصل اعصارات وحاجات زي كده. صح. دي برضه ليها مخاطره. تأمين والحاجات دي. تامين بسيط جدا، اه. ما يعوضكش. يعني انت من الاخر حاطط ايدك على قلبك اصلا. شت. اه. اللي قلبه ضعيف ما يستوردش. صح. شت. هي عموما التجاره جساره، التجاره عايزه جساره. انا بنام وفي بطني بطيخه صيفي اه. وما بسالش عن البضاعه خالص. براحتها. اه. زمان كنت اسال واتعب اعصابي كده، هتطلع ان شاء الله على خير، اه. ما تشغلش بالك. انت خلاص بقى اتحرقت لك عربيات وجو مش هتيجي على كتر دي. ما بتسال اه. بتتاخر اكتر. ما تسالش، اهدى، هي تطلع لوحدها. اه. بالمينا وكده اجراءات يعني روتينيه صعب. روتينيه وطويله وفيها مجازفات شويه، مم. بس ربنا بيستر مم. وبيسر. وساعات بيجي لك بضاعه في الكونتينر بتاعك مثلا بايظه متكسره حاجات زي كده. طبيعي. طبيعي، يعني انت طبيعي. حاطط نسبه اهلاك اصلا في طبيعي. اه. طبيعي. طيب فكره المصنع. هو مجالنا الدولة مش سامحة فيه إن أنت تستورد منتج كامل، دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة. مم. فأنت بنستورد بعض الأجزاء من الصين تمثل 50 إلى 60%، وال40% أو ال50% بنصنعها في مصر. مم. أجزاء البلاستيك معظمها أجزاء بلاستيك اللي بتستعمل في مصر. إحنا شاطرين شوية في الحقن وكده. زي منتج ايه مثلا؟ نتكلم عن منتج ايه؟ يعني اللمبات، مثلا نتكلم لا عن منتج الايه؟ اللمبات، أجزاء تستورد ايه بقى البلاستيك. من من الصين في اللمبه؟ البوردة والدرايفر، البوردة اللي هي بتنور، اه. والدرايفر اللي هو يعني اللي بنقول عليه درايفر اللي هو محول تيار. اه. البوردة والدرايفر بس اللي بنستوردهم، كل الحاجة الباقية من مصر وفي ناس هنا في مصر بتوفر ده. جدا. مم. احنا بنعمل بعض الكلام ده عندنا. انت فاكر كنت جاي لك في فرح اختك في طنطا، قعدتني مع واحد كده راجل محترم قوي، البلد آه. بتاعته قريه كامله مصانع. قرية شغرف. قريه شغل اه. بجد. الراجل ده محترم قوي انا وكنا نفسي هنعمل بيزنس مع بعض، بس ده انا اتشغلت انا عنه. انا نفسي يعني نفسي اللين تبقى كده، اه. تبقى بلد تجارية قريه وصناعية، قريه فيها بتاع 200 مصنع. ما فيهاش بطالة. اه ما شاء الله. ما فيهاش بطالة. امم. هو القرية دي قرية شغرف، دي تبع مركز طنطا، محافظة طنطا. ايوه. دي محطوطة عظيم. في خريطة مصر مم. في شغل الإضاءة. اه. بجد. اه. يعني هي بقت منطقة صناعية، زي ما بسوس في مجالنا مشهورة بالسلك واسمها تايوان مصر. اه. قرية بسوس أعتقد تبع القناطر الخيرية اليوبية القاهرة على الدائرة على طول. مم. دي اسمها عندنا في مجالنا اسمها تايوان مصر. اه. مفيش بيت ما فيهوش مصنع سلك. بيت. مفيش بيت ما فيهوش مصنع سلك. ما شاء الله. مفيش بيت. اه. سلك وبلاستيك. اه. شغرف بقت كده بس في مجال الإضاءة. بيصدروا بره كمان، ده بيحكى لي ما شاء كل الله. حتة، بيصدروا افريقيا وبره الدول العربية اوروبا. وأفريقيا اه. وأوروبا. اه. تركيا. ما شاء الله. بجد.
ما شاء الله. انت بتاخد منهم بقى البلاستيكات بعض بلاستيكيات. بعض الحاجات بناخدها منهم، اللي هي اه. يعني ايه، هي مش صعبه بس تكاليفها غاليه شويه، اه. فبناخدها منهم. والباقي من الصين. لا، وبنعمل عندنا بعض الحاجات والباقي من الصين. اه. في اجزاء بلاستيك صناعتها سهله شويه، اه. في اجزاء بلاستيك صناعتها مش صعبه بس مكلفه. مم. بنقول عليه مكن حقن ومكن نفخ. مم. النفخ ده مكلف شويه، مم. انما الحقن رخيص شويه. نقاط التوزيع عندك ما شاء الله يعني، في مصنع نيون ما شاء الله، عانيت عانيت كتير جدا. عشان تبدا. هو برضه عارف ان السؤال ده صعب، معلش وهنتكلم فيه برضه يعني مقتطفات كده. الكادر البشري في مصر برضه يعني متعب شويه، ان انت تلاقي طبعا. كادر بشري مدرب امين مم. كويس مم. يساعدك. ناس بتسرقك ساعات، وناس بتتعرض لسيلز مش احسن مظبوط مظبوط، يبوظ لك بس يعني الدنيا. ايه يعني سرقت قبل كده كتير. كتير. اه. من مين بقى؟ من سيلز برضه. من سيلز وبعض العملاء. بعد العمر. اه. طب بتعمل ايه بس مع العميل؟ ولا اي حاجه، الله يسامحه. بس كده. بس كده. ده الارقام الصغيره، طب الارقام الكبيره الله يسامحه. برضه. انت بتاخد اجراءاتك القانونيه ضده، يعني مم. برضه في الاول وفي الاخر بتاخد اجراءات قانونيه. بس يعني احنا بلدنا برضه شويه الاجراءات القانونيه ما بتجيبش حق قوي يعني. مم. مشكله سوقنا في الاجل. جدا جدا. احنا عندنا، مم. انتوا عندكم اصعب. احنا الاجل حاجه رهيبه. مم. بس طبيعي انا شايف ان دي في التجاره، في التجاره عامه في مخاطر، مم. في ديون معدومه تخش. بس في الاول في الاخر دي انا بشوفها خساره من المكسب، مش تخسرك راس مالك يعني ان شاء الله يعني، طبعا. بس خساره من المكسب. التجاره نفسها كلها مخاطر. انت مم. عايز ايه؟ خليها في المدرس. انت لا انت خايف، المدرس انت اه. خايف ما اقعد، تخشش صح. تخشش خليك اقعد. مدرس اه. خايف تتوسع، مم. بيع انت بنفسك، ما تجيبش مناديب. مم. خايف تسافر الصين، اشتري من جوه مصر. بس هتفضل يعني كده. تفضل كده اه. ايوه، لا يفوز باللذات الا كل مغامر. صحيح. تعرف في حته النصب دي ممكن اقول حاجه. في حديث كده عن الرسول عليه الصلاه والسلام، معلم معايا قوي 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 من يوم ما سمعته. فبقت حته النصب بالنسبه لي آه، بحبها. ممكن ما تصدقنيش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام: لو علم المظلوم ما له عند الله من الظالم يوم القيامة لفر منه خشية أن يعطيه حقه في الدنيا. مم. فبقيت من يوم ما سمعت الحديث ده، محمد عايز يسرقني في كذا، أو السيلز أو فلان، وسبحان الله بقى مش باخد حقي في الآخرة، مش برميها للآخرة بس، ده أنا بلاقي العوض جاي لي في الدنيا. بس ربنا أنت مش هتجيب على ربنا. مظبوط. فاللي هو ايه، انت الله انت سبتها عشاني عشان عايزها يوم القيامه، طب خدها في الدنيا ووليك في الاخره. مظبوط. والله من يوم ما سمعت الحديث ده كانه حق في وداني. اللي بيجي كده كنت الاول ممكن ازعل، ايه ده ونصب وحسبي والله ونعم ومش عارف ايه وكذا. بقيت من يوم ما سمعت الحديث ده آه انا عايز يا رب في الاخره يجي يقول لي طب هم خمسه، انت ليك سبعه، هم هديك خمسه، لا لا مش عايزهم السبعه، يا سبعه يا تسيبهم. اه يسيبهم. والله زي ما بقول لك كده، كنت مره مع مكتب جمله كده بتعامل معاه، باخد منه شغل او مصنع تقريبا، فباخد منه شغل، فبعت له مبلغ، فبعت لي بضاعه ناقصه او فيها ديفو او حاجه كده، فرجعت الحاجه فباقي فلوسي، لا خد بيها بضاعه. طب انا ما عندكش حاجه دلوقتي حاليا، انت بعت لي الشغل ده فيه ديفوهات، انا بعته لك رجعته لك، في اللي عندي فلوس، بعت لي طيب، بعت لي شويه بضاعه كده اتفرج عليها، مش عاجبني فيها حاجه، فسبت الفلوس شويه، يمكن يطلع من على المكن بضاعه جديده مثلا فتعجبني، مم. فبعت لي شغل تاني، اتفرجت عليه مش عاجبني حاجه، بجيب من مصانع تانية بارخص منه احسن اه. كواليتي وكذا. ففي الاخر بقول له والله انا ما انا لاقي عندك حاجه اشتريها بالفلوس اللي ليا عندك، يقول لي لا الفلوس مش هتطلع، قلت له لا سيبها، لقيته بيقول لي خلاص طب خد بيها، قلت له سيبها. فعشان يعني اتك على نفسي قوي، رحت انا اللي عامل له بلوك عشان ما يبقاش في مجال يقول لي ايه خدها. اه. لما لقيت معاه النهايه، وصلنا للنهايه قوي خلاص كده في الكلام، رحت انا عامل له بلوك. مم. فاللي هو ايه، هو ايه، مش انت مش عايز فلوسك بس اللي هو انت هتحايل عليك بشهرين ثلاثه، هتحايل عليك تجيب انا لي ليا فلوس. وجهة نظر مغايرة تماما بقى. اتفضل. انا بحب العفو اه. والصفح. اه انت مش عايزه في الاخره كمان. لا اه. بجد، برافو عليك. انا مسامحه. ده احسن من طريقتي كمان. ليه؟ كل اللي انت قلته ده الطبيعي بتاع البني ادمين. امم.
انا بشوف ان ربنا في كلامه في كتابه العزيز عن الصفح والعفو، ان الله يغفر الذنوب جميعا، ان المغفرة والرحمة دي صفة من صفات الله يعني. مم. انا شايف الدنيا بسيطة وصغننة وقصيرة، النهارده موجودين بكرة مش موجودين. انا بزعل زي اي بني ادم، وبحاول اطالب بحقي قانوني وشرعي وكل حاجة. في الاخر خالص ما خدتوش، يا رب انا مسامح لوجهك مم. الكريم مم. وبكل رضا. ليه؟ ده أقتص، ما هو ده سهل. الصفح والعفو هو الصعب. طبعا. طبعا سامح، صح. الدنيا قصيرة. مم. على فكرة ربنا قلت هيعوضك حتة بقى. حلوة، اه. انت كده كده ربنا بيعوضك. اه. انا شايفها كده، والدنيا ظالم ومظلوم، وما احناش على طول مظلومين. ايوه. لازم تكون انت في رواية احدهم ظالم، مم. ده قولا واحدا. مم. احنا بني ادمين بنخطئ، بس انت ما انتش حاسس ان انت ظلمته. ما انت من جواك طريق نظيف وكويس، مش مم. حاسس ان انت ظلمته. مم. بس هو عند ربنا ومحكمة العدل انت مم. ظلم. مم. طب ربنا يلهمه ان هو يستغفر لك برضه، يقول انا مسامح طارق، ولا اقتص منك يا طارق؟ لا، مم. سامحه. انت سامح، سامح تسامح، جميل. سامح تسامح. جميل جميل ما شاء الله. اعفو يعفو عنك، طبعا. سامح تسامح، ده مم. حاجة حلوة خالص. طبعا. وربنا بيسترها معاك وبيوسع عليك وبيكرمك ان انت قدرت تعفو وتصفح. انت عارف الكلام بتاعك ده فكرني ان في محكمة العدل الإلهية ان ربنا في قصة كده الرسول صلى الله عليه وسلم حكاها، ان هيحصل في يوم القيامة ده ان واحد معهوش غير حسنة واحدة، والشخص تاني خصمه او حد معاه بيتحاسب واقف على الحسن عشان يخش الجنة، امم فبيديها له كده. فربنا انت هتبقى اكرم مني، خده من ايده وروح الجنة. سبحان الله. فاذا انت ممكن بعفوك او مظبوط. باحسانك. كلام جميل انت قلت بصراحة. كلمة حلوة، إحسانك، خلي بالك دي احسانك كلمة حلوة طبعا بجد، أنت أحسنت باحسانك عليه، أحسنت ليه وعليه. الاحسان ده على فكرة من اعظم ده يعني في مرتبة الإحسان دي من أعلى المراتب، يعني في مغفرة في عفو في إحسان ده من أعلى المراتب الإحسان دي. ففعلا لا أنت أحسن في حتة بتاعت إن لا، بدل ما أنا أقول أنا عايزها يا رب يوم القيامة وأسيبها، طب ما أنا أعفو وربنا أنت مش أقرب مني أنا. وهتاخد حسنات، أنا وجهة نظري بزيادة، بس وستر صعبة بقى بزيادة، صعبة. وبعض ورزق الوقت بزيادة. بعض الوقت بتبقى صعبة برضه على النفس. خالص، صح؟ والله خالص. أيوه. بتعود قلبك عليها. بس أنت لو اشتغلت على نفسك يا هتجيبها. رب، بص للدنيا إنها بسيطة وقصيرة بس. امم. في منظور ده، امم. كم واحد من صحابك توفى بمرض ومن غير مرض؟ أخد حاجة معاه امم. قصيرة وبسيطة وبيسيب فيها الذكرى الكويسة. أنا حابب تكون ذكريا كويسة عند حتى اللي أنا ظلمه أو اللي ظلمته، امم. يعني سواء أنا ظالم أو مظلوم. امم. أنا شايف سهلة وبسيطة خالص، اللي عنده سلام نفسي. اللي عندك سلام نفسي، امم. يا رب أنا سامحته لوجهك، امم. خلي اللي أنا ظلمته يا رب يسامحني. امم. خلاص، امم. بسيطة خالص، أي مفيش أي حاجة. صحيح. طيب كلمني، طيب كلمني عن لحظات التعب والإحباط لما بتقابلك، بتتصرف ازاي، بتروح فين، تستخبى فين؟ بجتهد أكتر، امم. بشتغل أكتر. امم. بشوف الإحباط تقصد بالإحباط دي بعض مشاكل الشغل، بعض بتقابلها إيجابية، طاقة إيجابية. حبيبي. إيه الطاقة الإيجابية؟ إن امم. أنا حصل عندي قصور مني أو من غيري، فبحاول أشتغل عليه وأعدل منه امم. واخده طاقة إيجابية. ودخلنا في حتة دينية شوية، اللي هو بقى إحنا بنقول ادعي ربنا، تصدق، امم. صلي على النبي. امم. عليه الصلاة بجد والسلام. صلي على النبي، تكفى همك، امم. وكل يغفر ذنبك. ويغفر ذنبك امم. ويقضى حاجتك امم. بالصلاة على النبي بجد. عليه الصلاة والسلام. وجربتها، أنا قلت لك في موقف، امم. كنت بحمل شغل من الصين لموقف معين. آه حصل مشكلة، مش عارف أحمل الشغل والحاوية واقفة، مشكلة كبيرة يعني. امم. والوقت عندنا كان بعد الفجر بشوية، من الصين في فرق بيننا وبينهم حوالي 6 ساعات. امم. صليت الفجر
وقفلت التليفون، والمشكله ما اتحلتش. قفلت تليفوني وضع طيران خالص، إمم. ورميت التليفون جنبي وقلت ايه، مفيش حل، انا هصلي على النبي بنيه ان ربنا يحلها من عنده. إمم. صليت على النبي نص ساعه كده قبل ما انام إمم. صحيت على الظهر كده عشان كنت سهران وكده يعني. صحيت على الظهر قبل الظهر، بفتح التليفون لقيت الموضوع اتحل، سبحان الله. والبضاعة راحت واتحملت وجت مصر، يعني اتشحنت يعني، آه. والدنيا زي الفل بإيه؟ الصلاة على النبي الصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. صلي على الرسول. على فكرة من أكتر الناس اللي بتلاقي اللي بتلاقي الحاجات دي رجال التجارة. أكتر ناس بتلاقي البركة وجبر الخواطر بتترد إزاي، والصلاة على النبي أثرها عامل إزاي، الناس اللي عايشة في التجارة، مظبوط مش اللي عايشة موظفين واللي مش عارف إيه. لا لا لا، مظبوط مظبوط. إحنا في التجارة بنلاقي حاجات. يعني هقول لك، أنا في يوم كنت باخد بضاعة زمان، كنت شغال في الفساتين وكذا. كنت بروح مثلا دي الحاجات اللي يعرفها الناس القريبين قوي. كنت انزل مثلا عباس عقاد، اه انزل شارع الترعه في المنصوره، اه انزل بلاد كتير. يعني كنت بلف، كنت شغال جمله وبفضل الله كنت بصدر بره مصر وكذا. فكنت اروح عند محلات في المنصوره، فاروح المحل ده كنت باخد شغل التصفيات. بدخل مثلا شارع الترعه، بفضل الله كنت اول ما انزل عند اول محل، البنات اللي بيشتغلوا في المحلات يتصلوا على المحلات، ده طارق هنا، انا بخش المحل، السلام عليكم، عندكم تصفيات ايه؟ فكنت الحمد لله محبوب، لان انا كنت سامح في البيع والشراء، ما بفصلش كتير وما بتك، هو اصلا سامح بفضل الله يعني. مم. فكنت ايه، اديني عندكم تصفيات ايه؟ فواحده تيجي تقول لي بقول لك ايه، الستاند ده فيه 20 فستان، خد. واحد يقول المحل شيله على بعضه، واحد يقول لي مش عارف ايه كذا. فكنت باخد البضاعه دي واروح اجيبها هنا قليل، وافرزها واصورها وابدا اعرضها على تجار تانية، وممكن فيهم نفس التجار اللي انا اشتريت منهم. مم. لعل ان ممكن انا شاري من عندك العشرة دول، بس انا شاري من محل جنبك العشرة التانيين دول، فممكن انت تيجي تقول لي تعال. حلو. في الرزق بقى، تشوف بقى في التجاره عجب عجاب. العجب تلاقي من بقى، ربنا اه كله. والله، تلاقي بقى اخويا محمد عنده مكان، انت واخد منه الفستان ده، اه رحت بيه قال لي تاني يوم المحل اللي قصاده بيتصل عليك عايز الفستان ده، اه ربنا بعتك عايز يحطك بينهم في الرزق، مظبوط مش هتروح له لوحده، انت مظبوط ليك رزق في وسطهم، رغم ان هو لو بص على الفاترينا هيلاقيه. مظبوط. بس كنا بنلاقي حاجات بقى عجب في التجاره دي بالذات، ربنا وتدابير ربنا في الرزق مظبوط وبيرميها ازاي مظبوط طب مظبوط. هقول لك، كنت في مره هطول عليك بقى، معلش في الحته دي. لا تحت امرك. في مره كنت في طنطا، في شارع النادي برضه محلات كده. فكلمني واحد قال لي بقول لك يا ترى انا عايز اصفي، عندي بضاعه كتير عايز اصفيها. فانا كنت قلت له خلاص انا هاجي طنطا في اليوم الفلاني، كنت مجدولهم بقى. فرحت في طنطا، لفيت لفه كده عند الناس، خدت مليت البضاعه، مليت العربيه. كنت بروح ما شاء الله ممكن بعربيتي مليانه، وممكن اجيب عربيات ورايا كمان. تمام. فكنت رحت خلصت، انا اشتريت وفلوسي يعتبر شبه خلصت، بس الراجل ده مكلمني بس انا مش محتاج. اه فقلت اروح بص، فاروح عند الراجل ما الاقيش الراجل، فلاقي الناس اللي شغالين معاه، فكلموه ده طارق هنا، طب كلمه ده واقف على الباب هو شكله هيمشي، فكلمني بالله عليك يا اخي مش خلصهم لي، انا عايز امشيهم. فبصيت فيهم كده بصه، فالمهم ايه، انا بقى بشتري غناوه قوي بقى، بشتري غناوه انا مش محتاج، والفلوس على القد، فاهم قصدي، وخلاص انا. فبقول له بص انا هاخدهم كده على بعضهم الواحد ايه، 5 قروش. طب يا طارق رخاص، وقلت له والله بص انا شايفهم كده، وبرضه كان المحل مبهدل برضه، طريقه العرض الحاجه لما بتبقى معروضه صح تمام. بتعرف تشوفها كويس. فقلت له هشتريهم بايه؟ ب 100 جنيه الفستان، كانت فساتين سواري. فقلت له هشتري، ودي يعني مش ببخس، ده فعلا الاسعار كنت بشتري بيها، لذلك كانت الناس تقول هو طارق الشيو بيبيع فستان زفاف ب 500 جنيه، بيبيع ده الناس بتأجر ب 2000 جنيه. كنت انا بقى جمله، فانا ايه المشكله اما القطاعي ايه عادي، وكان بيجي ناس من المنصوره وناس من بيلا انا وناس فاكر من، الفترة دي. فاهم قصدي، كنت ببيع فستان ب 500 جنيه، وحاجات ب 700 جنيه، وفستان ب 300 جنيه، وب 1000 جنيه بيع الفستان بتاعك. فالراجل ايه، قلت له والله انا هاخدهم ب 100 جنيه الفستان الواحد. طب خلاص الله يرزقك فيهم، وتوكل على الله شيلهم. شلتهم، رحت البيت. انا ما كنتش دايما، كنت رغم انه كنت ساعات برجع من الساعه 12 بالليل، واحده بالليل، بس ما مش هعرف ارتاح غير لما اشوف بضاعتي على ستاندي اه وارص البضاعه. كان اليوم كده طول النهار في الشارع،
وبعد كده اجي في اخر الليل حتى لو جاي واحده تبص بقى عليهم هتني فاردهم وحاططهم في الشماعات وفارد فارد 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 وضرب ايه مجهز الحاجات اللوكس على جنب هنا شويه والحاجات الشعبي شويه والمش عارف ايه وكلام من ده وشغال في كله. كنت ممكن عندي استعداد اشيل محلات بالشماعات بالمانيكان، محل بيصفى اشيله يشيلها بيه على بعضه وادي فيه سعر واخده. فاتني مظبطهم ومصور اللوكس ده 20 فستان في فيديو، ده هيروح لفلانه اللي انا عارفها فاتحه هاي كلاس شويه كذا 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 كذا. وتاني طالع البيت فوق وانا بغير هدومي وتاني بعت الفيديوهات دي للتجار وتاني قافل موبايلي ونايم واستنى الظهر الناس تتصل عليا. أيوة. يلا يا شباب ايه جهزوا الاوردرات، الناس اتصلت عليا انا عايز ده وده انا عايز ده انا عايز. فوانا برص بضاعه الراجل ده والله العظيم شوف سبحان الله بتاع طنطا. بتاع طنطا. فبعد انا حاسس بيني وبين نفسي كده انا بخست الراجل ده، دي تستاهل 150 في الحدود دي مش 100 جنيه الفستان. رحت متصل عليه قلت له بقول لك انا لما رصيت البضاعه عندي في المكان كانت عندك الدنيا مبهدله، انا حاسس ان لا بضاعتك تسوى 150 فانت انا دفعت كذا ليك عندي باقي قد كده بكره ان شاء الله الظهر هبعته لك فودافون كاش. الراجل كان مستغرب ومستعجب وانت بتعمل ايه؟ مفيش في التجاره كده. مفيش في التجاره كده، بس انت في التجاره بتتعلم حاجات معينه فلما بتيجي تطبقها بتلاقي سبحان الله بعته تلاقي فستانه يتباع بكام؟ بكام ضعف بقى؟ ابو 100 و150 ده ب 450 ما الواحد. شاء الله. الواحد فيها سماحه. انت عملت حاجه. انا كنت اصلا مراتي بتقول انت بتعمل ايه؟ فيها سماحه. انت مالك يا عم هو نفسه مش مصدقني. سمحا يعني اذا باع سمحا اذا اشترى. مم. بجد والله. فالتجاره انا من الناس اللي عندي سماحه قوي في البيع ما والشراء شاء الله. قوي. بحب قوي السماح. سامح بارك. مم. يلا في بيعك وفي شراك. انا اشوف يعني مبدئي تاني اقول لك ان الدنيا قصيره يعني. ايوه والله. الناس بس احنا مش على فكره مش فاهمين دي او بننساها. انا فاكرها على طول. اه. يمكن انا من الناس تستغرب انا ما بحبش الفلوس. مم. بس بحب النجاح وبحب الشغل. ونجاح والشغل بيجيبوا فلوس. صح. بس بجد والله ما كان عمري هدفي فلوس. ونصايح كتيرة بنسمعها من تجار قدام شوية. ده تاجر حبيبي من الغردقة نصحني بيها مرة مثلا يعني. قال لو معاك قد الثروة اللي معاك مرتين وثلاثة وأربعة. أنت بتلبس كام قميص؟ مم. عندك كتير بس بتلبس كام واحد؟ قلت له واحد. عندك 20 عربية هتركب كام واحدة؟ عربية. عندك 20 شقة هتنام في إيه؟ في شقة واحدة في سرير واحد. مم. عندك معدة واحدة. مم. فتحس مم. كلامه صح. مم. معاك 2 بقوا 3 بقوا 5 بقوا 10 بقوا 20. وماذا ان بعد؟ انت ان انت تستخدمها بقى مم. في طاعة الله. مم. الصدقة. إعانة فقير محتاج عبر سبيل. واحد صاحبي على طول يدعي لي يقول لي اللهم كسر زكاة مالك. ما شاء الله. على طول يدعي لي بالدعوة دي. مم. اللهم كسر زكاة مالك يعني معناه ان واربح كسر اكتر فلوسك. او تربح اكتر. هتربح اكتر. اه. تطلع زكاة اكتر. مم. زكاة المال. اه. دي جهاد مع النفس. جدا. جدا. مم. هي فرض. مم. مش حاجة. مش دلع. مش زي الصدقة اه. عشان بس الناس تفرق في الناس مش عارفة. مم. زكاة المال جهاد مع النفس. مم. خصوصا مع انا ما مالك بقولش كتير. عليا ايوه ما بقولش خصوصا مع عليا. المال الكتير. مالك الناس كتير. بتستكتر ساعات في الاخر 2 الرقم. ايوه 2.5%. اه. اه. ربع العشر ده يعني رقم قد كده بس لما يبقى ماله كتير بيلاقي. يجي لك الشيطان يقول لك ايه. انت مثلا هتطلع مثلا لسين من الناس الشيطان يقول لك اشتغلك. مم. الراجل يعني ده مم. بيلم الناس كلها. ما يلم مم. اديله عادي مش مم. فارقه. مم. وفي جمعيات خيريه. في مصاريف كتير للزكاه. بس اوعى تكسل مم. او تستثقل الفلوس اللي انت بتطلعها. مم. بجد. هو ما نقص ماله من الصدقه يقصد الصدقه في بعض المواقف في القران قال الزكاه عن لفظ صدقه. مم. فانت طلع زكاه مالك كامله في ميعادها دون تاخير. دون تردد دون استبطاء. اللي تعرف اصلا الزكاة دي بيسموها العلماء بيسموها اوساخ المال. مم. يعني طول السنة ممكن كذبت غصب عنك في حاجة حلفت هنا في مش عارف خبطت ده كتف مش عارف كتف قانوني كده اللي مظبوط بيحصل في وارد في التجارة. التجاره. كتف قانوني انت عارفه ده. بس الا الحلفان ما بحبش. اه. بص لا ده في ناس على فكرة عايز اقول لك ما شاء الله هي ايه والله بجملتها والله العظيم انا ما كذبان بص فيها. انا زيك كده بس انا اه. بحب ايه اراوغ في الحته دي. تقول كلام
والله ما جايبه همها، وانا قلت حاجه ايوه. وانا حددت، ما اه قلتش والله جملتها. صحيح. خلي الكلمات دي على طول عليك في لسانك، والله صح. ما جايبه همها. امم. خلي في انا دايما قلبك بقول ايه، نفسك. والله ما ينفع، والله ما ينفع، بس خلاص. معلش خلاص. سامحني، والله ما. لكن انما والله العظيم ده بجملتها، والله خسران فيها، لا والله مش عارف ايه. لا مش هحلفها غير فعلا لو هي بعرض مظبوطه بقى، وعرض مظبوطه وانا بخسر هنا عشان مظبوطه بعمل مظبوطه عرض مظبوطه تاني. مظبوطه. لكن لا. تعرف البائع بالحلف الكذب ده. اه ده ده يمين غموس. ايوه. يمين غموس ده. فانت بلاش حلفان خالص، صح. خالص في الشغل. بس في ناس ساعات بتعصبنا في القطاع، انت مش حاسس بينا والله. انت اكيد في الجمله عندك برضه في بص في الاجل بالذات بقى معاناه. السوق في مصر حلو بس مم. صعب. مم. صعب قوي. انه انت بتخيل ان كل مجال التاني احسن منه، مم. مفيش. مم. كلنا فراعنه. لا يا عم، فينا. البيع والشراء في مصر صعب. مم. مم. السوق صعب، مم. صعب بجد مش بهزار. وانت في مشكله، معادله صعبه. هم عايزين انضف حاجه بارخص بأرخص ثمن. حاجة. اه. يا جماعه ازاي؟ يعني هي معادله صعبه. مم. انت بقى في الصين لما بتسافر، المصانع بتعمل، يعني الناس واخده فكره غلط عن الصين. مم. متخيلين ان الصين دي بيعملوا اوحش بضاعه، لا لا لا، انت بيصدروا بضاعه لامريكا. في بين الصين وامريكا مشاكل لرب السما دلوقتي مم. وضرايب وكده. مم. ده كله ليه؟ مم. عشان صادرات الصين لامريكا كتيره جدا، فدي صح. معناه انه بيعملوا حته شغل نظيف. فرز بقى. انت عايز فرز ايه اول، بقى؟ لا فرز لا انت تاني. عايز ايه؟ لا لا. اه. هي زي انت رايح تفصل قميص، اه. فتبدا بالخامه والزرار وي انت عايز ايه؟ مم. نفس القصه عندنا. مم. بس هو هنا التاجر والمواطن ما بيفرقش. مم. ده ممكن يخش يقول انا عايز لمبه من ام 10 جنيه، هو مسمي ومسعر اللمبه. مم. طب عندنا واحده ب 15، لا غاليه. اه. اصلا قصه تسعير شغلنا في التليفون دي حاجه صعبه. مم. ان حد يقول لك الو بكام، فتقول له ب 20، لا غاليه. طب وانت شفتها؟ مسكتها في ايدك؟ جربتها؟ لا، بس هي غاليه. مم. مم. فهو السوق صعب. مم. بس اشتغل، اجتهد، طور من نفسك. امي تدعي لي بدعوه، الله يديها الصحه وطول العمر، تقول لي ربنا يحبب فيك خلقه حتى الحصى في ارض. مم. العلاقات مع التجار والعلاقات في السوق كلمه السر. مم. هو يتغاضى عن اي حاجه عشان بيحبك مم. بجد. صح. علاقات انسانيه، يعني مش بنقول احنا رايحين نضحك عليه ولا حاجه. مم. هو في محبه بجد. مم. وانا من ناحيتي برضه هديله حته من تحت الترابيزه عشان انا بحبه. مم. لو انا ببيعها ب 20، انت ليك ب 18 عشان انت حبيبي. مم. فهو يسيب لي وانا اسيبه والدنيا تمشي. صح. العلاقات في شغلنا في المبيعات بالذات مم. كلمه السر السماحة بالذات. والامانه مم. والصدق. سمعه بتدوم. يعني السمعه، انت شغال النهارده وشغال بكره انا ببص كده للتاجر اللي شغال معايا ان هو شريكي. مم. انا مش عايز ابيع بيعه واجري. صح. انا عايز اشتغل انا وانت طول ما انت عايش وشغال وانا عايش وشغال، عايزين نشتغل مع بعض. مم. علاقه طويله الامد، حتى لو مكسب قليل بس في المده الطويله تشتغل. خلي بالك انا معجون في السوق قوي قوي مم. قوي، مم. وفي دهاليز السوق المصري قوي 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 يعني، خصوصا مجال الكهرباء والاضاءه يعني. مم. وعلاقاتي بالناس طيبه جدا 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 جدا، وده سر، والله ده سر النجاح. مم. محبه الناس والصدق والاجتهاد، ان بتوصل للناس بسرعه. مم. بتعمل ايه ساعات لما تشوف واحد كده بيبيع لك؟ انت رحت مكان بتشتري منه حاجه، ولقيت السيلز شاطر اللي هو رايح لتاجر، ما هو يعرفش انت تاجر بقى، ما يعرفش اه انت يعني في قلب المجال في السوق في التجاره، وتلاقيه بيبيع لك كده وانت تتفرج عليه كده وانا. احيانا كتير بحب يتباع لي. والله. وخلي بالك، اللي يعرفني يقول لي عليا خاين. ما بحبش افاصل، عشان ما بحبش حد يفاصلني. صحيح صحيح. اي سعر يقوله اعمل. مم. انت ذكرتني بحته حلوه قوي، مم. بنسمعها في النت بس انا احب اقولها يعني. مم. اشتري من الاماكن الفقيره، ايوه. اشتري من التجار الصغيرين. اقف عند كشك اشتري منه، اقف عند ست فرشه في الشارع اشتري منها بجد. مم. ما تفاصلش معاهم بقى. ولا ما تفاصلش، واشتري مم. وخلي ده تارجت عندك يومي ولو لمره. مم. ولو لمره بجد. ما انا اقول لو كل الناس راحت الهايبرات وراحت وراحت وراحت، هم اللي فتح الكشك ده هياكل عياله منين؟ صح. وقف عربيتك وانت ماشي على رجلك ايا كان، انزل اشتري منه اي حاجه.
لو حاجته يعني نقول السايبه، يعني لو بتشتري جبنه مش حلوه اشتري معلبات إمم، مقفوله. إمم، لها واقع ولها جبر الخواطر إمم. في شغلك وفي حياتك عامه. لا، لها واقع حلو قوي قوي قوي. طب أنا جاي لك في الزكاة تاني، هارجع حتّة صغيرة عشان أقول قول. لك أنت وأنت في الزكاة بتتعامل إزاي، بتودّي فلوسك إزاي في الجمعيات الخيرية والّا ناس معيّنة والّا بتعملها إزاي؟ اضرب في كل مكان بسهم. آه، جدع. اضرب في كل، ما تحطش في حته واحده بس. إمم، اضرب في كل مكان بسهم. تحس ان ايه، ربنا باعت لك ناس معينه محتاجه، فانا ليه اقتصر على شخص معين او جمعيه معينه؟ لا خالص. إمم، جزء هنا، جزء هنا، جزء هنا، وجزء هنا. جزء جوه مصر، جزء بره مصر. إيه إمم، المشكله؟ هو إمم. الفقراء والمساكين مش المسلمين كلهم فقراء صحيح، ومساكين؟ هو أهل أفريقيا يا عيني صحيح. فانت اضرب في كل مكان بسهم. إمم، وطلع زكاتك مقدما. انا بحب اطلع زكاتي مقدما، ما إمم، استناش لاخر السنه. إمم، انا من شهر واحد 25 ببتدي اطلع لسنه 25 لنهايه 25. تيجي عند فتفتكر النهاية ما تلاقيهاش بقى، خلاص، خلاص الاقيني طلّعتها. مطلع بزياده. صح. والله إمم، كل سنه الاقيني مطلع بزياده. ما شاء اقول ايه الله، المشكله؟ ما شاء الله. زكاه مقدمه. إمم، هي دي. هو دي البقيات الصالحات بجد، مش بازار. إمم، وهي دي اللي بتبارك وتكبر المال. صحيح. طيب مش تقول كلها شطاره. ده مش شطارة، صح. طيب لو عايزين ناخد طاقة إيجابية كده للشباب كده، تقول لهم إيه؟ للشاب اللي لسه بيبدأ، اللي حد بيتفرّج علينا قاعد على القهوة، اللي مصدوم وشايف المجتمع عامل إزاي بعد ما طلع من الكلية، وكان متوهم إن هو في تالتة في رابعة كلية كده، أنا هاطلع بس كده مجرد ما أطلع هانسف الدنيا. هحبط الاول وبعد كده ادي طاقه ايجابيه. يالّا بينا. احبط. احنا مجتمعنا المصري مجتمع مش كويس. مش كويس في تقاليده. إمم، الشاب بياخد مصروفه من البيت. اكتر مشاريع عندنا ناجحه في بلدنا عامه الكافيهات والقهاوي. إمم، الشباب زي الورد قاعدين. إمم، وقت وعمر وجهد كل ده بيروح. وتلاقي الشاب انا مش لاقي شغل. لا، انت كذاب. الشغل انا واحد من الناس عندي على طول باعاني. بعاني من موضوع العماله. ما عنديش عماله. حصل. ما تقولش مش لاقي شغل. إمم، طب هو الشغل قليل؟ هو الحاج عز قال ايه؟ إمم، بخشنه. تعالى تخشن شويه. آه، ما انت لما تيجي تخشن يبقى لك تمن في سوق العمل. إمم، انت جاي لي خريج جديد. اولا نتعلم للتعليم إمم، ولا الثقافه. اوعى تفكر تتعلم عشان تشتغل بشهادتك. خلص الشهاده دي واركنها على جنب وتعالى بقى للشغل. سوق العمل غير التعليم خالص. إمم، تعالى لي الشغل. آه، اسعى. هو مش ضروري تشتغل في بلدك. انا بتكلم بلدك اللي هو احنا من قليل كفر الشيخ مثلا. مش ضروري تشتغل في قليل. هو انت لو سافرت القاهره، اسكندريه، هتلاقي. هتلاقي شغل. مش لازم تشتغل بشهادتك. فانا بشوف ان احنا عندنا عادات وتقاليد بيخافوا على عيالهم بزياده. بيقعد يديله مصروف في مصروف في مصروف. هو شايف. فانا شايف ان انت تعلم ابنك من بدري انه يطلع يشتغل ويعتمد على نفسه. تحفزه على كده. تعينه وتصبره على الارهاق البدني والجسدي اللي هيقابله في بدايه الشغل. لان احنا عارفين الشغل في مصر في البدايات صعب مش سهل. إمم، إيه يعني ايه تديله دفعه وعلى طول في ظهره، وان شاء الله الجاي كويس، وان شاء الله هتبقى كويس، وان شاء الله كده. انا شايف ان احنا انا وانت كلنا من اسره بسيطه. إمم، ما اتولدناش لقينا اهلنا اغنياء قوي يعني. اشتغلنا على نفسنا. إمم. امنا بحظوظنا. امنا ان عندنا رزق. طاقات. وامنا بالاجتهاد. إمم، وصلنا. إمم، الحمد لله. هتقول لي بالحظ؟ ما هو ناس كتيره وصلت وفي ناس كتيره ما أنا لسه وصلتش. ما وصلتش على فكرة، لسه شغال برضه يعني. ماشي. بادئ السقف، خد بالك. ما أنا عارف أنت أكتر مني لا، كمان. لو انت بتقول كده انا ما وصلتش لحاجه خالص. الله يديك الصحة. بس الشباب اسعى اجتهد. إمم، مش لاقي حظك جوه مصر، سافر بره مصر. الخليج وافريقيا، وانت عارف احنا بلدنا مشهوره بافريقيا. بس سافر بره بس مصر. بدري أوي، أول كلمة تقولها له يقول لك أنا عايز أسافر. انا بدري شايفها أوي. انا شايفها مش وحشه. هي مش وحشة، بس من بدري أول ما تقول له يالّا نشتغل، ما أنا بادوّر على سفر. طب انزل هنا سافر الأول. بدري احسن. آه. وانت صغير فيك طاقه. فين فلوسك طيب؟ فين إن أنا عندي خبرة طيب؟ أنا خد ما خبره هناك. انا سافرت خلصت. خدت تاجيل تاني يوم سافرت. ما أنت بتقول أهوّة، أنا برضه لمّا سافرت ما يعني. هاخد خبره هناك. آه. انا شايف السفر في السن البدري كويس. وفرق العمله عامل طفره.
طبعا. فانا بشوف سافر دلوقتي مفيش مشكله. مم. ما هو الشاب اول ما بيخلص عايز يتجوز. انا شايف وجهه نظري يعني المرتبات في مصر. انا مش بقول وظيفه، انا معاك ان انا مش بقول وظيفه، بس انا بقول النهارده انت لو في فتره الكليه اشتغلت، خدت جزء من الغربه، تعليم اه الغربه، فلما تيجي تسافر تمام. ما ينفعش ان انا اطلع من رابعه كليه ما كنتش اشتغلت، لا كليه ولا ثانويه ولا اعداديه ولا كل الكلام ده، واطلع اسافر، هلاقي نفسي، خد بالك، اللي بيسافر في الوقت ده متدلع، بتلاقيه مره شهر شهر، يا عم مش طايق مش قادر رجعوني. مظبوط. انت معايا؟ فانا شايف ان السفر مش اول حاجه، لازم في صدام الاول هنا مع هنا مع بره البيت. مع يعني بعض. يعني اطلع من شفت البيت الحياه ده، العمليه. لو هنزل سوبر ماركت، فاهم قصدي، لو هنزل اتعلم ازاي بيخصم لي امتى وبيكافئني امتى، وده تتعامل مع الناس ازاي. وزميلي سلفته وضحك مظبوط عليا، مظبوط وفلان ده مظبوط عصفوره مظبوط بيأسفن. مظبوط مظبوط انت مظبوط، فاهم كلامك قصدي؟ صح كلامك صح. لكن حته ان انا اسافر بسرعه قوي، يلا قوم انا عايز اسافر، يا عم طب انت تنزل تتخشن من ضمن تقاليدنا خلي بالك. لا اهلنا آه. اهالينا. انا عايز اسافر. امم خلص عايز اسافر. امم في موروثات كتيره صعبه. صعبه ومش صح. طب اديهم بقى طاقه ايجابيه، انت كده احبطتهم. اديهم بقى طاقه ايجابيه. اجتهد اشتغل امن بحظوظك. امم خد بالاسباب. تصدق. استغفر صلي على الرسول. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. بجد خد بالاسباب امم اشتغل. جرب. طول ما انت عايش جرب وحاول وقع وانكسر وقوم وقف اشتغل توصل. انت عارف من ضمن الطاقات الايجابيه اللي انا بحس الشباب عليها، وبحس ان انا كشاب في يوم من الايام كنت واحد على القهوه برضه، ايام ما كنت في الكليه وكده، قصص النجاح، البودكاست ده ليك. بجد، لا قصص النجاح لما كنت اقعد اتفرج على واحد بيتكلم زيك كده، انا بدات من اسره بسيطه، نجحت ازاي وقمت ازاي، ببقى بقوم من الفيديو، بس الناس كنت بقعد اسمع بقى، ما كانش في بودكاست ايامي اه والكلام الفاضي ده، وكنت بعاني اصلا، والناس كنت بستخدم اليوتيوب عشان حاجات زي كده، في ناس طبعا الناس بتستخدم النت بطريقه غلط. اه النت ده ممكن نحصل منه حاجات. مظبوط انا ممكن ابقى في الشارع بسال على دواء ما بفهمش، حاسس ان اللوز وجعاني، اخش على النت اجيب اللوز وجعاني، مظبوط اجيب الاسم، اخش على الصيدليه اقول له انا عايز كذا. فاهم مظبوط قصدي ايه؟ مظبوط فالنت برضو مظبوط. الاستخدامات الناس او الشباب، الشباب لو قعد يسمع طاقات الناس الايجابيه اللي بتصدر، من ازاي انا قاعد على القهوه انا لسه هقوم، طب اتفرج، فيلاقي واحد رجل اعمال بقى في حته تانية بسبب ضربات. انا معجب قوي 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 بتجربه بلبن. اه. معجب قوي بيهم. امم بحبهم. انا حاسس ان انا شريك معاهم بعدين والله. ولا اعرفهم ولا لي علاقه بيهم. وانا ما بس بحبش اكلهم بصراحه، بس لا انا بحب اكلهم انا اكلهم سمين قوي، لا. انا بحب اكلهم عشان اشجعهم. اه. انا بحبهم. طاقه ايجابيه ناجحه فوق مما احنا نتخيل. امم انا لسه حاجه واكل من عندهم حلوه. امبارح والله. حاجه بس حلوه قوي صعبين. قوي 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 في النجاح. امم في السوشيال ميديا هم شطار وتطوير. تسويق، بصراحه شطار قوي قوي في التسويق، في حته تانية. مرزقين. ما شاء الله. بيجتهدوا. امم بيلعبوا على حته الكم. امم انا بفتح 10 فروع فهسمع عند معظم الشعب. مفيش حد في الشعب المصري دلوقتي اعتقد ما يعرفش بلبن. امم ناجحين. لو بيعتمد كمان على البراند، البراند نيم بتاعه بيعتمد على الترند. يعني النهارده محمد صلاح خد مش عارف ايه، لازم يتم حاطط افهايه هنا، مظبوط. فلان مش عارف بس كذا هنا. خلينا برضو عارفين لسه بادئين قريب. اه. وبداياتهم ما كانتش اه. سهله برضو يعني. من 3 4 سنين اصلا انا كنت بروح اسكندريه عشان مش اكل عند بلبن، انا كنت بروح عزه. اسكندريه اكل عند الشيخ وفيق الشيخ قصاده، وفيق مظبوط. والاقي الشيخ وفيق طوابير وبلبن ده حته صغيره كده محل. مظبوط فاهم قصدي؟ النهارده ما مظبوط. شاء الله هو راح فين، بقى في حته تانية. قصه نجاح. امم بجد. طبعا. حصل لهم دروب وانكسار بس قاموا منه اقوى من الاول امم واتمنى لهم كل خير. ما شاء الله. طب انت قلت لي في بدايه البودكاست او ورا الكواليس، قلت لي كلمه انا عايز اطبقها في البودكاست ده، يبقى اول بودكاست نعمل فيه دي، اللي هي تسيب لنفسك في البودكاست يا طارق الضيف ليه سؤال عندك. مظبوط. صح. على فكره كان ساعات كتير الضيوف بتيجي تسالني، بس ما تسالنيش نفس السؤال اللي انت سالته. عشان ماشي السؤال، هسألك سؤال تاني. اي سؤال براحه، بس نفس السؤال اللي انت بتساله ده اللي سالته لي ورا الكواليس، ناس كتير قوي بتيجي تسالني السؤال ده، اللي هو انت ايه اللي جاب فكره المشروع ده في دماغك او مظبوط حاجه زي كده. مظبوط. خليها على جنب دي دلوقتي، ماشي بس ماشي. هنفعل ان كل بودكاست في نهايته لازم كل واحد ليه عنده سؤال. مظبوط اتفضل. ماشي. معاك. هسألك سؤال. اسالني سؤال. آه سر انت اكتف شوية.
اكتف خليك. وعندك مجالات كتير ممكن بيزنس في ناس ما تعرفش عنها حاجه، الحمد لله. وافكارك ايجابيه وحلوه زي طاقه ايجابيه بجد. حبيبي. احكي لنا شويه عن الميكس. عندك ميكس غريب يعني، احنا بنقول اهو بودكاست اهو، مش هنقول انت عملته ليه او الفكره مم. جت منين. مم. طب ايه علاقه البودكاست بالملابس، بالتسويق العقاري مثلا اللي دخلت مم. فيه فتره، الحمد ب... لله. بان انت كنت مثلا تفتح مطعم سمك، مم. امور كتيره كده، اه. ميكس غريب. اه. فعايزين ادينا طاقه ايجابيه من الميكس الغريب ده. حبيبي، لا السؤال بصراحة عجبني. انت بعد النهارده تشتغل ضيف تشتغل محاور في الاستوديو هنا. لو انا ايه، لو انت لقيت نفسك فاضي كده يلا بينا. حبيبي. اللي هو السؤال جميل. بس هقول لك ايه سبب الميكس ده. انا في يوم من الايام زي ما قلت لك كنت شغال في الفساتين، تمام. وكان واحد يعني كنت شغال بقى في الفساتين. قبل الفساتين كان سنتر متكامل. اول ما جيت من السعوديه اشتغلت، ورغم انه مش مجالي بس سبحان الله اقدار. فاشتغلت في الفساتين، اشتغلت في، كان عندي استوديو ميك اب، استوديو تصوير، استوديو بروتين، كل ما يخص العروسه. مم. العروسه بتخش عايزه الفستان، فاكر الايام دي انا. بعد كده الميك اب، بعد كده عايزه شعرها بروتين، عايزه جلسات عنايه بالبشره، استوديو تصوير. لا والله انا مش عاجبني الفساتين، انا عايزه فستان ده هو من على النت. عندي غرفه خاصه بالفاشن ديزاينر نعمل لك فستان خاص بيه. يعني كان حاجه متكامله. وشويه شويه بقت حسيت ان الموضوع فيه شبهه حرمانيه كده. فيا جماعه الخير كله، شرفتونا ونورتونا، انتوا اخواتنا، اي حد عايز مم. يفتح الله يرزقه، وانا بتاع فساتين بس. مم. فلما المكان طبعا فضى، طب انا هعمل ايه في الفساتين؟ انا راجل باجر فساتين، فبدات اشتغل جمله. تمام. فلما اشتغلت جمله بقى بجيب فساتين اكتر، فببيع لتجار وفي نفس الوقت باجر. فجاء واحد حبيبي كده الله يديله الصحه، اسمه الشيخ محمد فوده، حبيبي في الله يعني، واخويا الكبير، وليه فضل كبير قوي في تغيير مسار حياتي، لان من الحته دي جت المشاريع بقى. اخ فاضل الله معروف. يديله الصحه. فبساله سؤال عادي كده، الشيخ محمد بقول لك انا في تاجر كبير، كنت بصدر بره الحمد لله، وفي مصر هنا بودي اسوان، السويس، بورسعيد، منيا، بني سويف، مطروح، ما شاء الله يعني، بتبيع لتجار انا بشتري منها، ما شاء الله. فبقول له في تاجر كبير كده عايز مني شويه بضاعه، بس انا خايف اول مره اتعامل معاه، خايف اديله اشتري له البضاعه دي، فانا عايز اخد منه فلوس. فانا سامع كده في الدين بتاعنا لا تبيع ما ليس لك، ما ينفعش تبيع حاجه مش بتاعتك اصلا. فقال لي لا دي ينفع، بعض الحالات زي الحاله اللي انت بتتكلم فيها دي ينفع تاخد منه عربون وتبيع له لحد ما تجيب البضاعه وتتدب، زي النجار لما بتيجي تقول له اعمل لي العزال ومفيش عزال اصلا، وخد منك فلوس وباعها لك، هو اصلا مفيش عزال اتعمل. مظبوط. فاهم قصدي؟ بس هو ينفع، بس انا معلش يا طارق، الموضوع ده كله كده في شبهه اصلا. وراح سابني ومشي. لا بقى القبر والموت والفساد، راح رايمني لي الدبوس كده، شكني الدبوس ومشي. مم. الموضوع كله ده في شبهه. شبهة. وبدات ادور في النت، واتاري الفساتين حلال ولا حرام، ومشروع الفساتين، واسمع الشيخ مصطفى العدوي والشيخ محمد حسن والشيخ ابو اسمع لكل الناس المشهور واللي مش مشهور، مم. لحد ما كونت اجتهاد من عندي كطارق ان انت بطل بقى القطاعي وتشتغل في الجمله بس. ليه؟ لان القطاعي انت بتتعامل مع الزبون، فانت عارف مصير الفستان ده اهو هيبقى في فرح فيه تبرج واختلاط. مم. لكن الجمله انت بتتعامل مع التاجر، هو بقى ما اعرفش بقى يبيعها لمين ويتحاسب بقى. وصلت الفكره؟ تمام. فكانت الناس برضو حواليا ازاي انت بتعمل كده؟ اصحابي، اهلي، اخواتي، كل اللي حواليا، ما فيش غير مراتي الوحيده اللي كانت بتقول لي انا معاك، الله يديها الصح يعني. فانت بتعمل ايه؟ انا بصفي القطاعي. ليه؟ حكمه يعني، انت جبت المنطق ده منين؟ ان انا والله زي اللي بيبيع سكاكين، بيبيع السكين حلال ولا حرام؟ حلال. طب هما في اتنين قدام البيت بيتخانقوا، قدام محل عنده بيتخانقوا بيموتوا بعض، ودخل واحد منهم هديني السكينه، لو انت عارف، بعتها له، انت عارف حرام. لو بعتها له حرام. ليه؟ لان انت عندك يقين هيستخدمها ازاي. فانا كان عندي في الفساتين القطاعي عندي يقين العروسه دي جايه تاجر، بغسله لها وبجهزه لها وبضيقه وبسده لها عشان هم عازميننا في الفرح في القاعه فانا عارف خلاص الليله ماشيه ازاي. مش عارف ان هو هيستخدم في اوضه بنات لوحده، وعارف ان الفرح ده هيستخدم في قاعه في الحته الفلانيه. فكان اجتهادي ان بيع قطاع، صف قطاع. صف قطاع جملة بس. فحد حبيبي قوي بقى يعني، مش عايز اقول حمايه يعني، شغال في الازهر، انت بتالف، انت مش عارف ايه، لا شيوخ مين، اسمع يا باشا دار الافتاء لسه الاصل في دار الوعظ في الازهر الشريف. قلت له يلا بينا. طلعنا رحنا دار الافتاء، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بضاعتي واحد اتنين تلاته اربعه وتجارتي بالشكل الفلاني، فاذ بي الناس دي بتقول لحمايه وليا صف جمله وقطع. جملة وقطاعي. جمله وقطع. صدمتني. اه والله.
انا صدمتك ليه؟ لأن انا زيك متخيل دار الافتاء بقى، احنا دار الافتاء فدار الافتاء يعني. فقال لي صف جمله واضحه. ازاي؟ قال لي ما انت بتبيع الجمله، التاجر بيعمل نفس القصه. مظبوط ف وجهة نظر تحترم. طب يا جماعه ده انا عندي هناك لو سبتكم وروحت عندي في هناك فوق ال1000 فستان، اعمل ايه؟ لا احنا مش مجانين نقول لك ارميها في البحر، بيع بيه بس ما تاجرش تاني. تشتغل في صرف. شغلانه تانية. صرف بسرعه بقى، صرف 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 صرف. اقتنعت بكلامهم؟ فجدا. انا طالع من هناك اصلا وانا بدور قريت. عربيه بستخير، يعني انا نازل من السلم كده بدور عربيه بستخير. خدت قرار الاستخاره وانا في العربيه قبل ما انزل قليل. اتصلت على الجماعه اللي شغالين معايا، يا شباب مفيش فستان يتاجر، يا نبيع يا طب استنى يا استاذ طارق، طب لما نرجع طب ندفع. اقفلوا المحل وروحوا، اعملوا اللي بقول لكم عليه، تقفلوا وتروحوا. فالساعه كام؟ الساعه 5 المغرب. راجع، راجع قليل. واذ بسبحان الله انت واخد القرار، ومن ترك شيئا لله عوضه عبد الله الله او خيرا خيرا منه. منه. صح كده؟ انا مراجع طول الطريق بضرب اخماس في اسداس، انا خدت القرار خلاص، بس انا انت هتبيع الشماعات والاستندات والحديد انت هتعمل ايه؟ كل حاجه. ده انت هتبيع ده ازاي والمين؟ ودماغي بقى تجيب اخويا محمد الصاوي شغال في الحته الفلانيه كده يجي يشيل الاستانلس، فلان يجي يشيل الشماعه، فلان يجي يشيل الكاميرات المراقبه، فلان يجي يشيل اللي اطفال فساتين الاطفال في المعشر كده. ارجع علينا الساعه 5 العصر، 8 المغرب، 8 العشاء في نفس اليوم. ده واحده من الناس اللي كانت ميك اب ارتست في يوم من الايام عندي وراحت فتحت فرع. داخله هي وجوزها، السلام عليكم استاذ طارق، انا عرفت ان انت بتصفي الفساتين، انا عايزه المكان بالمفتاح، ما تشيلش حاجه من المكان، عايزه المفتاح اشتري. والله زي ما اشتري. اشتري. ف هي عرفت منين؟ عرفت في الوقت القصير ده؟ لا هي مش قصير، انا عندي فتره طويله شويه بفكر وهصفي وبالصف القطاعي بس. فهي في القطاعي بس، فهي مع لينك مع مراتي بتعملوا ايه؟ مش احنا فاكرينها فضول، بتعملوا ايه؟ طارق ناوي على ايه؟ مش احنا فاكرين ده فضول عادي يعني، فمراتي بتقول لها والله طارق ناوي على كذا ورايحين بكره دار الافتاء. فلا هي مش فضول، هي قررت وعايزه الفرعين. فرع الجمله كان بتاع 300 متر ما شاء الله، كبير. ما شاء الله. والفرع الثاني اللي تحت البيت قلت لها والله انا الفرع الجمله ماشي، بس الفرع اللي تحت البيت ده انا مش هسمح ان انا يبقى في زفاف وفرح وضرب نار والجو اللي بتاع تحت العروسه البيت عندي. تحت. انا كان اهلي مستحمليني عشاني، انا مش هستحمل ده. وقد كان. فجالي حد من قرايبي كان عايز يشتري المشروع بمبلغ اكتر من اللي هي هتدفعه، هتدفع بالقسط، هو ما عندوش مشكله في الكاش، ولكن انا ما رضيتش لسبب حسيت ان قلبي مش مطمئن ان انا هدخل حد تاني في المجال يبوظ، فهي كده كده بالنسبه لها هي كده كده في المجال، في المجال كده كده في المجال. اوعى تقول هي كده كده في الحته. هي عشان هتسمعني. انا قلت كده كده في المجال اهو. فهي كده كده في المجال مش طالعه، لكن ما دخلش حد جديد. مظبوط. وكلمت الشيخ برضو اللي هو ده، فقال لي بقول لك ايه، انت ما تكلمنيش تاني. الشيخ اللي هو في دار الافتاء خدت رقمه تاني عشان اكلمه في الحته دي، قال لي بقول لك ما تكلمنيش تاني، انت بتستفتي قلبك صح شغال، قلبك اميرك خلاص، وضحي وربنا هيعوضك. وقفلت المجال ده 3 شهور. طب انت يا طارق بعت، ربنا عوضني في البيع، انا كنت هخسر. رضيت. سبحان الله وبسماحه والله يرزقك. 3 شهور في بيتي ما بعملش حاجه، فتعلمت درس. هنا اجابه السؤال، ان انا ما احطش البيض بتاعي في سله واحده، ما يبقاش فساتين بس. من هنا. لان انا قعدت 3 شهور في بيتي، انا لو كان عندي مشروع في مجال تاني حصل لي كورونا هنا، حصل لي دروب هنا، حصل لي فتعلمت الدرس ده من الموقف ده. لان انا قعدت فتره طويله، انت متخيل برضه زوجتي دكتوره نائب اداري في مستشفى قليل، فيعني بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله انت وانت قاعد في البيت، كان دروب في حياتي كبير يعني، فاهم قصدي؟ فقلت لا انا يوم ما هفتح هنا، هفتح ملابس حريمي، هفتح رجالي، هفتح كلاسيك، هفتح محل الغلابه، هخش في الاونلاين. إيه ما يلا بينا نشوف العقارات دي بتقول ايه. مظبوط. فاهم قصدي؟ طب التسويق انا عايز حد يبقى مشغول بالتسويق عني شويه، ما تيجي نفتح شركه تسويق، فالتسويق فيها بودكاست. فمطعم السمك ما حصلش نصيب يعني، بس كنت ناوي ليه لا. فالحاجات دي كلها بقى لو يعني ده الكونسبت اللي كان في دماغي، ان انت لما تيجي تفتح حاجات كتير في ان شاء الله ان شاء الله بنجهز حاليا اكاديميه طارق الشيوي لتعليم البرمجه والذكاء الاصطناعي. الله اكبر. ان شاء الله في خلال ده حصري كده ليك كده. بنجهزها حاليا. بالتوفيق اللهم بالتوفيق. فدي يعني دي اجابه السؤال اللي هو احنا وكل الناس ادعوها لكده، ان انت ما تبقاش في مجال واحد. مظبوط. اي نعم التخصص حلو وكل حاجه، بس لازم يكون لك ايه
سنه كده برضه، مظبوط، حتى لو هتديها. مظبوط. وعلى فكره عقليتنا تستوعب، يعني عقليتنا ما شاء الله، بتكلم عنك مثلا انت ما شاء الله، مظبوط. عقليه حاج محمد لا تستوعب تبقى ليك مظبوط، بيزنس واتنين. مظبوط، فاهم مظبوط. قصدي؟ ده النجاح. ازعم ان ان انت، انا لا ده النجاح ان انت يعني ما تبقاش موظف في شركتك. ايوه ايوه برافو عليك. لازم بعد ما توقفها على رجليها وقفه تمام، امم تديرها من بعيد لبعيد وتوفر وقت مش لراحتك. ما طبعا احنا مش جايين نريح في الدنيا. صح صح. توفر وقت ان انت تفتح بيزنس تاني. انت عارف ان اصعب حاجه بتواجه الواحد وهو بيفتح اي مشروع جديد هي ايه؟ انت بتروح في الدنيا بتغوص. اهدى بقى. بس تتعلم تغوص في الدنيا، تقصد في الدنيا. ما قلنا ربنا تتشغل اكتر ماشي. تتشغل اكتر. طب هقول لك حاجه. اوه المشروع اللذيذ اللي انت عامله ده، حبيبي. انا مش عارف تفاصيل ربحيته جايه منين، اه ويلح عليا اسالك. انا معاك. انا عايز اقول يعني، بس هنقول هعرف التفاصيل بعدين. هعرفك تفاصيلها دلوقتي، مشغل تفصيلة سريعة. مشغل معاك اه في المشروع ده كام واحد؟ هنا اه. دلوقتي اه. احنا كنا وصلنا ل 8 باين يا شباب، كنا وصلنا ل 8 دلوقتي تقريبا. لا احنا تقريبا 6 باين او حاجة زي كده. كام جاوب يا ابني. لا الاثنين هم الاثنين بس اللي عندي كده عشان انا سهرانين بس بالعادي تقريبا 6 او 7 تقريبا 6 او 7 اه اه ماشي. تقريبا 6 او 7. مش دي فرص عمل الحمد لله للشباب زي الورد؟ الحمد لله. هنقول هو اي مشروع في الدنيا ربحي طبيعي، ان انا طبعا عايز اربح منه طبعا واوفر. طبعا. بس كبدايه صعبه. امم وانت بتقول غصنا بقى في الدنيا، انا جاي اقول لك اه من حته تانية. اه بس انت وفرت للشباب فرص عمل، مم. عيشه كريمه، مرتب، يفتح بيت. مم. انا شايف لا مش خوص في الدنيا ولا حاجه. بس هي الحديث بتاع اذا كان في احد في يد احدكم فسيله فليغرسها والقيامه بتقوم، فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. فليفعل. اه يغرسها دي يوم القيامه. اه يا رب هتعمل ايه؟ اه مش هتعمل إيه؟ ما تسالش، اسعى. مم. وانا شايف ان البني ادمين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مم. بس ال الشغل والعيشه وكده ده. بس انت عايش زي ما انا عايش، وشايف ان انت يومك كله او اغلبه او معظمه فين؟ ما عمل ما كسب احدكم طعام او مكسب قط خير من ايه؟ مكسب حلال. لا من عمل يده. عمل يدي ده العمل عباده. لا ده انا عايز اقول لك في بقى حاجه تانية اكبر كمان، في حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له. يعني انا لو مروح بيتي كده ومش قادر تعبان اقلع الجزمه وهنام، بات مغفورا فور له. الله. انت متخيل؟ شوف الجمال. ولكن انا مقصدي فين؟ انا مقصدي ان احنا آه هنشغل ساعه هنا، ونص ساعه اروح المشروع الفلاني، وربع ساعه هنا، ومش عارف ايه، فالاذان ياذن، فانا قاعد مع اخويا محمد، فما لحقتش الركعتين اللي قبل لا تقوم تصلي. لا ما لحقتش. ما انت خد بالك، انت لو فاضي للحته دي بس بتاعتك، انت سمعت الاذان هتقوم تصلي، ما انت مدي لها كل وقتك. الحته دي بس مدي لها كل وقتك. فانت لكن انت ساعات بتبقى مشغول جدا لدرجه ان انت بتكسل يا اخي للسنه، لا. بلاش الفروض، بتكسل لصله الرحم تروح تزور. وصلت الفكره؟ فدي برضو اخره. يعني انت ما احنا عمر في قلنا الدنيا بقى، بس ما انت قلنا المشروع اللي انت عملته بتاع البودكاست الحلو ده مم. كده بعد شويه يعني انا شايف ان انت بتديره بقى خلاص. مش ضروري انا هجيب الضيوف وكل حاجه، بس مش انا اللي اقعد معاهم. انا هجيب حد تاني. لا ده البرنامج ده انت عايز تجي ما اقصدش. ما انا هتفرغ لحاجه تانية. خلاص انا اسسته وبقى مشهور وبقى طاقه ترند، طاقه ايجابيه. الحمد لله يا رب. طب خلاص. هو انا اسف، هو مش نجاح المشروع عشان استاذ طارق شيء وبس. صح. كل المنظومه ناجحه. صح. الهيكل الاداري لو عملته صح مظبوط، اديله ظهرك وامشي. طيب لا ما بقولش بقى انت حاور، بس حاور الشخصيات مثلا. حبيبي في اي بي حبيبي حصل هو كل الناس كويسه وزي الفل. بس في حاجات محتاجه طارق بس. في حاجه تانية لحد غير طارق. عشان انا مش ارجع المحل بقى تاني. انا رحت المحل كذا مره ما ادكش هناك. ايوه مشكله والله، ناس كتير بتسال عني مني. ساعدك ناس كويسه جدا حبيبي. انا يعجبني ان انت زارع في الناس كلها الابتسامه الحلوه. الله يبارك. الوش البشوش، تحس ان هو في خدمتك بجد وهو في ظهرك. الحمد لله. عايز ايه بتاع، بيجيب لك ايه، اسوي لك ايه. لا ناس محترمه. اصعب حاجه بعاني منها العماله، اختيار الشباب اصعب حاجه. ان انت تختار شاب، لان انا من وجهه نظري المتواضعه اختياراتي صعبه شويه. انا عايز شاب محترم ما بيفهمش اي حاجه خالص، ما عنديش مشكله ما بيفهمش حاجه بس يكون محترم. محترم. اقول له انزل صلي ينزل يصلي،
اقول له قابل ناس كويسه واجهه ليا. مظبوط وصل النهارده الشباب مظبوط. النهارده الشباب السلسله والمقطع والشعر والقصه الناس دي، انا لما بشوف الشباب اللي من النوع ده، الله يحفظنا يا رب، الجيل الجاي بتاع بنتي ده هيبقى عامل ازاي؟ الله يهديهم. يا رب يهدي. الله يا يهديهم رب يهدي. ويكتب لهم كل خير. يا رب اللهم امين. بس هو انا شايف ان احنا كل اللي انت بتقوله عليه صح وانا معاك، بس احنا كنا في نظر الجيل اللي قبلنا جيل وحش. بس ما كناش كده برضه، ما كناش هم كانوا بيقولوا نفس الكلمه، لا يا اخي. اجيال ورا اجيال بجد. اسال اسال وارجع ورا، انت شايف النهارده كانوا بيقولوا علينا جيل وحش. ماشي معاك، بس انت شايف النهارده الجيل الدموي اللي كل يوم فيه واحد قتل واحد وشاب قتل شاب وده مع ده ومع دي كل اللي انت بتشوفه بس ما انا كانش عندنا انا كده حاسس ما يعني كانش عندنا قوي كده. ما كانش فيه بقى بودكاست وسوشيال ميديا كان بجد اه. يعني ما كانش فيه انتشار سريع للكلام ده. يعني في ناس لما بتشوف مسلسلات او بتشوف نفس الواقع، ما الواقع بتصور ببعض الكاميرات اللي هي كاميرات المراقبه، وفي ناس بتشوف الفيديو. يعني كنا شفنا حادثه قريب فظيعه بتاعت الطفل بتاع بلطيم. انا مستغرب جدا ايه اللي حصل. اطفال في اخر ابتدائي اول اعدادي، واتنين واخدين طفل دخلوا بيه البيت موتوه سحلوه لغايه ما مات. اه. انت عملت ليه كده؟ مش ايوه فاهم. واهلك كانوا في البيت. فانا شايف ان دي طاقه سلبيه بقى تصدر. المفروض ان الحاجات اللي زي دي انا وجهه نظري لا تذاع، حاجه فرديه وسلبيه، اقفل عليها واردم عليها وان شاء الله نتمنى من ربنا يهديهم يا رب. ويكتب لنا الخير وللاجيال القادمه خير. يا رب اللهم امين. انا مبسوط جدا والله باللقاء ده. انا مش حاسس ان انا بودكاست. حبيبي. انا حاسس هم الجماعه عندك من شويه قالوا لي ايه اكنك قاعد كده على قهوه بتتكلم، فانا حصل. حاسس ان انا قاعد على قهوه بتكلم. ارجع ورا كده انت قلت لي مسترخي والله. حبيبي. انا مبسوط وسعيد وبالتوفيق والنجاح ليك، الله يخليك يا رب. وربنا يوفق شبابنا يا كلها رب. إلى ما يحب ويرضى وإلى العمل وإلى حب العمل. يا رب. اشتغل اجتهد انجح. انا كنت بادئ بدايات صعبه جدا 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 جدا. صحيح. الحمد لله بفضل ونعمه من ربنا. صحيح. صاحب منتج كويس في السوق، ليا سمعتي ما كويسه. اتكلمناش عن يوم كتير بس خلي بالك مظبوط. ايوه بس ايوه يعني الكلام كان حلو في حاجات تانية كتير. حبيبي. نيوم براند كويس، اضاءه عندنا اكتر من حوالي 400 صنف او 500 صنف اضاءه. ما شاء الله. تشكيله اضاءه حديثه، كل ما هو جديد في عالم الاضاءه احنا بنجيبه الحمد لله. ما شاء الله. تشكيل كويس، جوده كويسه، انتشار كويس. عندنا 3 مخازن على مستوى الجمهورية، ما شاء الله. واحد في قليم، واحد في أسيوط، واحد في الأقصر. ما شاء الله. عندنا حوالي 5 6 7 عربيات بتوزع على مستوى الجمهورية، ما شاء الله. مغطين معظم الجمهورية. عندنا أكتر من 15 فرد مبيعات ما شاء الله بفضل تبارك ونعمة الله. من ربنا. ما شاء الله تبارك الله. عندنا عمالة ميكس كده، عمالة فوق 100 مثلا. ما شاء الله تبارك الله. فاتحين بيوت ناس كتيرة، وده شرف لينا طبعا. ده شرف لينا ما شاء الله. وسبب في الرزق لينا طبعا. ومهما كان عندنا عمالة بنحب نجيب ناس تانية. فضل ونعمة من ربنا، خير ربنا علينا قوي 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 قوي. صحيح. انا على طول احمد ربنا اقول يعني في زحام من النعم. زحام من النعم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. اتشرفت بيك جدا والله، شرف مبسوط ان لينا. انا طلعت معاك النهارده. حبيبي يا استاذ. قمة الطاقة الإيجابية. حبيبي والله العظيم حبيبي ما شاء الله عليك. وإن شاء الله حبيبي الشباب يعني اللي سمعونا يتعلموا من الكلام اللي اتقال والضربات اللي انت وقعت فيها واللي مظبوط شفتها وتبقى دي مظبوط بالنسبة لهم مصدر طاقة إيجابية في الفترات اللي جاية إن شاء الله في حياتهم. مظبوط. واحنا يعني على قد ما نقدر بقى عايزين نكرر اللقاءات دي تاني على بقى. راسي على راسي. تمام كده. يكون في تعاون ما بين طاقة إيجابية وديون إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هو ده اول البيزنس، خد بالك. مظبوط. تسعى على البيزنس ده بيجي منين؟ هنقفل القعده ونفتح وانا جرب رجلي بس. ده شرف لي. شرف شرف لي. شرف لي يا حبيبي. الله يخليك. شرفتنا يا حبيبي.